ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا ريت بس تقولولي الصوت واضح ولا لأ. مش عارفة، مفيش حاجة ظهرالي. طبعا الأيام دي لقيت عندي شوية وقت النهاردة، لأن أنا لسه ما بدأتش الكورسز الجديدة. فحبيت هتكلم عن حاجتين إن شاء الله. سواء كنت طالب وأنا عندي أجازة دلوقتي، يعني خدت الأجازة بعد الامتحانات، وسواء كنت لسه متخرج جديد ومش عارف أعمل ايه ولا أبدأ ازاي. تمام، الصوت واضح. كويس. طيب اول حاجه طبعا هتكلم عنها. لو انا كنت لسه واخد الاجازه عامه، ده لاي حد بقى سواء طالب او متخرج، فاحنا كلنا خدنا الاجازه. اول حاجه لازم اعملها ان انا هرتاح شويه ان شاء الله. ابدا بعد العيد، كلنا هنبدا جد بعد العيد. اول حاجه انا محتاجه ان انتوا تعرفوا الكلام اللي انا هقوله هو ده من وجهه نظري. تمام. الكلام ده من وجهة نظري انا، فممكن حد يختلف معايا وممكن حد يتفق معايا، لكن ده انا حاجة انا مريت بيها. اول حاجة طبعا شايفة انها مهمة جدا في حياة اي حد، هي ان انا اتعلم هواية جديدة. لو في حد فيكم تابعني، انا برسم. بتعلم الرسم بقالي تقريبا سنتين ونص. هو مش رسم اللي هو بالقلم الرصاص، برسم بلون يعني بالالوان اكليريك، لو حد يعرف الالوان اكليريك. ده انا بدات اتعلمه بعد ما كانت حياتي في اولى وتانية كليه تقريبا. كنت لسه يعني في الكليه. آه، كنت لسه في الكلية وحياتي كلها بجد كل حاجة اجتهاد وكل حاجة شغل وكل حاجة مذاكرة. فطبعا دي كانت حاجة وحشة جدا. ليه؟ لان انا اول لما اكتئب بسبب الامتحانات، مش اي حاجة اعملها، مش اي حاجة اعملها في حياتي غير ان انا افضل اعيط شوية، اتضايق شوية، اتعصب شوية، وهكذا. فده ما كانش حل. لما بدات اتعلم بقى هوايات، قررت ان انا اتعلم حاجات جديده، هوايات جديده. فاول حاجه بدات بيها في الحاجه اللي في ايدي. ازاي؟ بدات ان انا اقرا. احنا عندنا مكتبه جميله قوي في بيتنا، فبدات ان انا اقرا. ويا جماعه كتب عربي، مش كتب تركي ولا حاجه، كانت كتب عربي. بدات ان انا اقرا في الكتب العربي دي. كل يوم بحدد لي مثلا صفحه او صفحتين اقراها، لحد ما انا اتعودت على القراءه. آه، شكرا يا ايمان. لحد ما انا اتعودت على القراءه عامه بالعربي، فبقيت ازود في الكتب اللي انا بقراها. يعني بدل ما انا ما بقرا كل يوم في كتاب واحد، لا ده انا بقيت اقرا في 3 كتب و4 كتب. والكتب دي بتبقى مختلفه، بمعنى ان انا في كتاب صعب جدا استيعابه، عربي يا جماعه، يعني هو عربي بس انا صعب ان انا استوعبه. وفي كتاب تاني انا بستفاد منه يوميا. حتى مثلا انا فاكر قوي في الفتره دي كان في كتاب اسمه جدد حياتك لمحمد الغزالي. الكتاب ده حرفيا هو جدد لي حياتي في الفتره دي، يعني غير لي مفاهيم كتير قوي قوي في حياتي. ففي الفتره دي بدات زي ما قلت لكم ان انا اقرا، ونوعت الكتب. في كتاب سهل ممتنع بفهمه لذيذ، مش عارف، مش محتاج مني مجهود. اللايف عن ايه؟ عن ان احنا نعمل ايه في الاجازه، وازاي نستغل الاجازه صح. وكمان لو انا لسه متخرجه المفروض او احاول ان انا اعمل ايه. طيب من ناحيه زي ما قلت الكتاب، في كتاب كان فيه كتاب سهل مش بيحتاج مني مجهود في ان انا اقراه. في كتاب صعب شويه ان انا استوعبه، فباخد منه مثلا نص صفحه. في كتاب تاني ببقى انا بستفاد منه يوميا وعاوزه ان انا انفذ اللي فيه بشكل يومي. وده كان كتاب جدد حياتك زي ما قلت. كان هو بيقول لي مثلا كل يوم اعمل كذا، الحاجه الفلانيه، يقول لي حاجه بنعملها مثلا غلط وبنصححها. فبصراحه غير لي حاجات كتير قوي من وجهه نظري يعني. فكنت بقرا منه حرفيا نص صفحه او صفحه، بحيث ان انا انفذ كل حاجه اتقالت في الكتاب ده.
فدي حاجة فادتني جدا. ممكن تختاروا بقى الكتاب الرابع ده، ممكن يبقى كتاب تركي بسيط خالص، يبقى حكاية مش عارف اي حاجة بقى الكتاب الرابع ده. وده وجهة نظري، ممكن حد تاني يقول والله انا كفاية عليا كتاب واحد واخلصه وخلاص كده يبقى بالنسبة له تمام. فدي كلها اختلاف وجهات نظر، بس احنا كلنا متفقين في الهدف اللي هو القراءة، ان انا اقرأ. فالهواية اللي انا اول لما عرفت شغفي في ايه، يعني ازاي اتعرف على شغفي، فبدات في الحاجه اللي في ايدي، اللي مش هتكلفني فلوس، اللي مش هتكلفني بقى اقعد افكر وابحث على النت طب ازاي اعرف هوايتي، طب ازاي اعرف شغفي. لا، دي حاجه اسمها هوبيا دنمك بالتركي، يعني ان انت بتتبنى هوايه، بتعمل حاجه من جديد، بتتعلم حاجه من جديد. بعد ما عملت القراءة بدأت ان انا اسأل الناس كلها حرفيا انتوا بتحبوا تعملوا ايه، وايه هوايتكم. فكان بيجي لي اجابات كتير قوي، وكان من ضمنها طبعا الرسم واللي بالقلم الرصاص وكده. وانا بصراحه متعقده اصلا ومش بحب الرسم من الاعدادي، لان تعرضت لموقف سخيف كده يعني وانا في ثالثه اعدادي، فانا مش بحب الرسم خالص من ساعتها. لكن جالي رد من زميلتي، كانت زميلتي في الكليه، وبتقول لي ان انا اجرب الرسم بالالوان المائيه. فبصراحه الموضوع ده دخل دماغي قوي، فبدات بقى ان انا انزل واشوف الفرش واشوف ازاي اقدر ان انا ارسم. فجبت حاجات بدائيه وبسيطه خالص، بس ان انا اعرف ان انا شغفي في الرسم. والحمد لله بدات. وكمان كل ده يا جماعه اتعلمته من اليوتيوب، حتى الناس ما بتبقاش مصدقه انت ازاي اتعلمتي كل ده من اليوتيوب ولوحدك. فده كله كان فعلا من اليوتيوب، ما استعنتش باي حاجه تانية خالص غير اليوتيوب، غير بس ان انا بفتح الفيديو وبحاول ان انا اعمل زيه. يا ريت يا جماعه لو في لو صوت بيقطع او كده تبعتولي، او في اي تعليق يعني اكون شايفاه بشكل مستمر، يعني تاكدوا لي ان انا موجوده وان الصوت واضح معاكم. الصوت واضح ولا ايه؟ طيب انا هكمل، ولو هو مش واضح يعني يا ريت ان انتوا تقولوا لي. تمام. فاول حاجه بدات بالقراءه، تاني حاجه سالت الناس اللي حواليا والناس اللي اعرفها ايا كان بقى الناس، انتوا بتحبوا ايه وبتحبوا تعملوا ايه. فانا كده باخد الهوايات. فانا كده باخد شكرا يا اسماء. شكرا يا ايه. باخد الهوايات من الناس اللي حواليا، بحيث ان انا لو احتجت حاجه في الهوايه دي الاقي الشخص اللي يرشدني. يعني انا مثلا لما كنت بتعلم الرسم او التلوين، كنت برجع لصاحبتي واقول لها مثلا والله انا مش عارفه ارسم ده، طب والله اللون ده طلع معايا مش عارف ايه، انا مش عارفه اركب اللونين دول على بعض، طب ازاي اعمل اللون الاحمر، هو اللون الاحمر مش معايا دلوقتي، طب ازاي اركبه من الالوان التانية، او ازاي اعمل لون نبيتي مثلا. تمام، حلو خالص. ازاي تقدري تعملي ايه في اللغه لوحدك؟ حاضر يا روان. آه فبدات ان انا ارجع لصاحبتي لما احتاس خالص، واحاول ان انا اركب اللون مثلا ومعرفش اركبه، فبرجع لصاحبتي اللي اوريدي اصلا وصتني على الهوايه دي. فانا عاوزاكم تسالوا برضو الناس اللي حواليكم انتوا بتحبوا تعملوا ايه، وتبداوا برضو تشوفوا ناس على الفيسبوك بترسم مثلا. يعني لو انتوا عاوزين تتعلموا الرسم، تتابعوا الناس اللي اوريدي بترسم، عشان انتوا لما تقفوا في النص او عاوزين تسالوا على حاجه تلاقوا الناس اللي تسالوها عن الحاجه اللي انتوا حابين تسالوا عنها يعني. تمام. بعد بقى موضوع الرسم والقراءة، فبدأت خلاص كده عرفت انا ازاي اقدر ان انا اتعلم حاجة جديدة. وبعدها على فكرة اثبتت لنفسي ولمامتي انه عادي خالص ممكن حاجة تبقى اسمها موهبة تبقى هواية. يعني انا بالنسبة لي لما بقعد احاول كتير قوي قوي ومحاولاتي بتبوء بالفشل، فللاسف يعني بتعرض لاكتئاب فظيع شوية، وبعدين برجع اقوم تاني. لكن فتره الاكتئاب دي بتبقى صعبه عليا قوي، فماما حتى قالت لي يعني بلاش تبداي في حاجه شبه كده، لان هي عارفه ان انا لو حاولت ونزلت ودفعت فلوس وجبت ماتيريال الرسم كانت غاليه جدا عليا ساعتها، بالذات ان انا كنت طالبه، فالدنيا كانت بالنسبه لي صعبه شويه في حته المصروف وكده. فقالت لي بلاش وجربي حاجه تانية. وانا برضو عانيت ونزلت وشفت الادوات وقلت خلاص انا هتعلم الرسم، وده مفيش كلام فيه. فبصراحة انا لما شفت التقدم بالنسبة لي، وماما لما شفت التقدم ما بقتش مصدقة، يعني اللي هو احنا خلاص بقينا مؤمنين فعلا انه في حاجة اسمها موهبة، بس الموهبة دي انت ممكن او انت ممكن تخلقها جواك بان انت تتعلم، وانت اللي هتعلمها لنفسك.
وده يا جماعه زي ما قلت لكم ده تجربه بقى شخصيه بحته. لان انا كنت زي ما قلت من ثالثه اعدادي انا بكره الرسم، وعمري ما افكر ارسم، عمري يعني حتى لما كانوا يقولوا ارسم يعني ما كنتش بحب الفكره، وعمري مثلا ما انبهرت برسمه. الذوق الفني ده حتى ما كانش عندي يعني. فامنت ان في حاجه اسمها موهبه، بس انا ممكن اخلي عندي الموهبه دي، ممكن اطلعها من جوايا واتعلمها، حتى هي لو مش موجوده هتعلمها من الصفر. بعد الحاجات دي بقيت بقى ان انا اتبني او اتبنى هوايات مختلفه. بس بقى خليها سر يعني الهوايات التانية. فدي اول حاجه، ان انا اتعلم الهوايه، والهوايه دي هعرفها ازاي؟ ان انا اسال الناس اللي حواليا وابدا اعمل الحاجه اللي في ايدي. اشوف بقى ايه اللي في ايدي ممكن يعني اعرف عنه حاجه. وكمان يا جماعه في حاجه صغيره في الفتره دي، كان عندنا زرع في البيت، وللاسف كان ماما بقى مشغوله ومفيش حد عارف يهتم بالزرع ده، فقررت ان انا اهتم بالزرع ده. وكنت مبسوطه جدا لان الزرع ده حرفيا كان بيموت، واللي هو بقى التراب عليه، وكان اصلا في تراب بقى والبتاع خلاص يعني بيعافر حرفيا. فقررت ان انا اهتم بالنبات واهتم بالزرع. والحمد لله يعني انا كنت مبسوطه جدا لان الزرع بقى يعني سبحان الله بقى جميل، وبقى لونه اخضر بعد ما كان لونه اصفر وميت. لا ده الزرع كبرت وبقت جميله قوي قوي بجد. وبقيت حتى اذاكر في البلكونه قدام الزرع اللي انا يعني مهتميه بيه ده. وحتى احيانا كتير قوي كنت بدخل الترابيزه واللابتوب واقعد في البلكونه واحضر السيشن بتاعتي، واول لما السيشن بتاعتي يجي بدخل جوه الشقه. فدي كانت حاجه برضو بتبسطني جدا. فمهم قوي وانا بتعلم الهوايه دي ان هي حاجه تبقى تحت ايدي، مش هصرف لسه فلوس وهعمل حوارات. لما تبداوا تعملوا حاجات تبسطكم وحاجات في ايديكم مش هتدفعوا فيها فلوس، مش تبذلوا مجهود، مش هتخرجوا بقى كتير وتدفعوا مواصلات والكلام ده، استغلوها. وبعدها بقى ابداوا في حاجه مختلفة اكتر تخليكم تبذلوا مجهود اكتر، تبقى عايزاكم تتعلموا حاجات اكتر وتنموا نفسكم اكتر. فاهميني؟ فدي اول حاجة، واتمنى تبقى واضحة. دي عامة لينا كلنا يا جماعة، سواء اتخرجنا جديد او ما اتخرجناش جديد. صدقوني نفسيتنا مهمة جدا. وحتى المهارة اللي احنا هنتعلمها دلوقتي والله ممكن تبقى باب رزق لينا. انا اتعرض عليا كتير فكره انه انا ابيع اللوحات بتاعتي. يعني مثلا اخر 4 أو 5 لوحات حرفيا انا ناس اجانب طلبوها مني، وما شاء الله يعني كان اللي هو الاسعار اللي كانت معروضه كانت تحفه جدا، وكان طبعا دولارات وحاجات كده، بس الحمد لله ما كانش فيه نصيب لان انا مش فاضيه يعني. انا واخده الرسم كهوايه، وحتى ممكن الناس القريبه مني ممكن اهديها مثلا لوحه او كده. انما مش حابه فكره البيع يعني. لكن الطلب مني كتير قوي قوي فكره اللوح، ان انا ارسم لحد لوحه بمقابل مادي. فممكن المهاره اللي انا اتعلمها دلوقتي دي تجيب لي فلوس بعدين. فصدقوني الموضوع جميل، وحتى نفسيتكم هتبقى اريح بكتير. دي كده اول حاجه. هل الصوت واضح صح كده؟ يا ولاد الصوت واضح ولا ايه؟ واتمنى اكون ما بتكلمش بسرعه، انا بس عشان محضره كذا حاجه فمش حابه ان انا يعني اللايف يكبر مني واكون لسه ما خلصتش. دي كده نقطه الهوايه وازاي ان انا اعرفها. تاني حاجه عاوزاكم ان انتوا تعملوها في الاجازه برضو، نتابع محتوى مفيد. المحتوى المفيد ممكن اجيبه ازاي؟ المحتوى المفيد طبعا في الفيسبوك موجود، ولكن ده هيحتاج مننا ان احنا نبذل مجهود شويه في ان احنا نلاقيه ونخلي الفيسبوك بتاعنا مفيد بدل ما يبقى تافه. ازاي؟ يعني انا مثلا والله نورة هوجة بتنزل حاجات في التركي، والله الهوجة الفلانيه بتنزل حاجات في التركي برضو وانا بستفيد منها. والله الشخص الفلاني ده بينزل حاجات بالانجلش، وانا اصلا كده كده مهتمه بالانجلش في الفتره دي. تمام. وانا مهتميه اصلا بالانجلش في الفتره دي. فهتابعوا كل الناس ديت. لما بتبداوا تتابعوها وتعملوا انفولو للناس اللي اوريدي مالهاش لازمه ومش مفيده بالنسبه لكم، الفيسبوك يعني تلقائيا بيجيب لكم المحتويات اللي تخص الموضوع ده. يعني مثلا لو عملت ان انت دايما تبحث بالتركي او على حاجات بتخص المحتوى التركي، هتلاقي اللي بيظهر لك دايما تركي وحاجات تخص تعليم التركي. ده حاولوا تعملوها بقدر الامكان في الفيسبوك، واعتقد في حاجات تقدروا ان انتوا تعملوها في السيتنج ان يظهر لكم المحتويات اللي انتوا عاوزينها، زي مثلا بقى ايه محتوى الماركتنج، محتوى الانجليش، محتوى التركي، المحتوى اللي انتوا عاوزينه وهو هيظهر لكم. فلو ما عرفتوش تعملوا الموضوع ده يا جماعه فابعدوا عن الفيسبوك، يعني دي وجهة نظري.
طيب ازاي برضو اقدر اجيب محتوى مفيد تاني؟ النفسيه بتاعه التخرج بعد التخرج دي انا هتكلم عنها لانها هي بصراحه مهمه جدا يعني. المحتوى المفيد ممكن في يا جماعه ابلكيشن اسمه كورة. ممكن في ناس منكم تكونوا عارفاه، تكون عارفاه. برنامج كورة ده بيكون عبارة عن أسئلة، سواء من شخص مجهول او لا. هو بيسأل السؤال والناس اللي عندها معلومة بتجاوب على السؤال ده. فمثلا ممكن نلاقي السؤال الواحد ازاي اتعلم تركي مثلا، السؤال واحد ممكن نلاقي عليه يجي 20 إجابة 50 إجابة مثلا. ممكن انت او انتي تبقي اصلا من صناع المحتوى دول. يعني حتى انا كمان سمعت ان الناس اللي صناع المحتوى على كوره ممكن ان هم يكسبوا فلوس، بس انا مش يعني ما بحثتش في الموضوع ده ومش متاكده منه بصراحه. انا لما كنت بعمل كده كنت بصراحه بكتب محتوى عادي وكان محتوى عربي. وانا اصلا كان في فتره بتعلم فيها التدقيق اللغوي، يعني ازاي نكتب صح، ازاي نكتب لغه عربيه صحيحه اللي هي بقى بعلامات الاشاره. مش عارفه اسمها علامات اشاره ولا ايه، اللي هي اشاره اداتلر اللي هي ادوات الاشاره، اللي هي النقطه وعلامه الاستفهام والفاصله وهكذا. دي انا كنت بتعلم في الفتره دي التدقيق اللغوي، وكمان كنت انا كاتبه محتوى في مكان. واوريدي يعني بيبقى لازم بقى ان انا يبقى عندي افكار كتير للكتابه وكده، فاتمرنت على الكتابه بان انا افيد غيري وارد على غيري. في الاسئله اللي شبه كده، بيسال سؤال مثلا ازاي انظم حياتي، والله انا شايفه ان انا بنظم حياتي الفتره دي والنظام بتاعي عاجبني جدا وبوصي بيه غيري، فبرد على السؤال ده وافيد غيري. والسؤال في كوره يعني لما نيجي نجاوب عليه، هو اصلا كوره بيقول لنا، البرنامج اسمه كوره، فكوره بيقول لنا يا ريت ان الاجابه بتاعتك تبقى واضحه، يا ريت تبقى كاتب صح، يا ريت تتاكد من الحاجات الاملائيه. فهو اوريدي بيبقى طالب منكم ان انتوا تهتموا بالحاجات دي، فدي حاجه حلوه جدا. ممكن يعني انا كنت واخده ده كهوايه مثلا او انها حاجه بتفيدني. ممكن انتوا بعد كده علامات الترقيم بالظبط منها ممكن انتوا بعد كده تشتغلوا كاتبين محتوى. وعلى فكره ما شاء الله يعني انا ليا ناس صحابي ما شاء الله كاتبين محتوى وكويسين جدا، والموضوع يعني دي شغلانه وبتجيب فلوس والدنيا ماشيه معاهم. فدي طريقه كده بتمهدنا ان انا اشتغل حاجه بحبها واعمل حاجه بحبها. دي حاجه انا كنت مجرباها، فكره ان انا ارد على البوستات، وكنت بعمل البوستات كنت بعمل كده. الاجابات بتاعتي كانت بتبقى طويله وناس كتير قوي بتشوفها وناس بتعمل لها شير وناس بترد عليا وتقول لي ان الاجابه بتاعتي مفيده وشكرا وهكذا. وناس كمان بتسالني يعني مثلا لما انا اقترح حاجه فتحب ان هي تسالني على حاجه من اللي انا كتبتها فبتكتب وبرد عليها. الموضوع حتى لذيذ، وبكده انا بكون صداقات مفيده وبتنفعني، وفي نفس الوقت بتأثر عليا ايجابيا، ما بتبقاش سلبيه للاسف. زي ما احنا متابعين بقى في الفيسبوك والحاجات للاسف في القرف اللي احنا بنشوفها يعني في الفيسبوك. الفيسبوك لو انا هعرف انتقي الحاجات اللي انا هشوفها فخلاص يعني ننتقيها، لو مش هنعرف فنحاول بقدر الامكان بقى نقلل منه يعني. فالمحتوى المفيد ممكن نجيبه من ابلكيشن كوره ننزله، وان احنا نشوف كده محتوى مفيد. لو انا عاوزه اشارك كمان وانمي نفسي في القراءه وفي الكتابه كمان، لان الناس هناك بصراحه ما شاء الله كويسين جدا، حتى في ناس بتكتب باللغه العربيه الفصحى. فانا عايزه انمي نفسي في كتابه المحتوى، برضو اخش على البرنامج ده وبكتب اللي انا عايزاه كله وبفيد غيري وبفيد وبستفيد كمان. في حاجه اسمها البودكاست ده اللي هو بيبقى اوديو اوديو بس اللي هو صوت بنسمعه. بيبقى فيه ناس يعني شخص بيجيب مثلا شخص تاني او الشخص ده بيتكلم عن حاجة مفيدة. البودكاستس بيبقى فيها ناس متخصصين بقى، يعني لو في دكتور نفسي او حد في الفلسفة او علم النفس او الكلام ده كله، كل المجالات موجودة في البودكاست، كل المجالات. والجميل كمان بقى ان في البودكاست لاحظوا تقريبا ان الكوره ما فيهاش، برنامج كوره ما فيهوش للاسف تركي، هو انجلش وعربي، يعني النسخه الموجوده منه انجلش وعربي، ولكن البودكاستس موجود منها تركي وانجلش واللغات كلها، ودي حاجه تحفه جدا. وانا بسمع من التركي دايما في برنامج في جوجل بودكاست دوت، تحفه فعلا. انا هحاول اعمل بوست يعني بالحاجات اللي انا هقدر افيدكم فيها بالموضوع ده. في برضو ابلكيشن اسمه بودكاست تركي على ما اعتقد. كل ده ان شاء الله هحاول انزله لكم في بوست لوحده، يعني اللينكات دي هحاول انزلها لكم في بوست لوحدها. فالبودكاست دوت بسمع الاوديو في المحتوى اللي انا عايزه، انا اللي بختار المحتوى اللي انا عايزه اسمعه وببدا اسمع بقى.
وده يا جماعه مفيد سواء تركي سواء عربي. انا كل ده انا بتكلم في اللغتين الاتنين. العربي يا جماعه مهم ومفيد، حتى لو انا هشتغل مترجم، حتى لو هشتغل مدرس او مدرس، اللي انتوا اصلا شايفين ان المدرس مثلا ممكن تبقى شغلانه سهله وبسيطه، ودي طبعا انا هتكلم فيها في حته تانية خالص، لان المدرس شيء تاني خالص يعني غير اللي في الاذهان يعني. لازم ان انا اكون عارفه اتكلم صح عربي، بعيدا عن العربي بتاعي دي بنستبعدها دلوقتي. لكن ان انا اكتب عربي صح وان انا اتكلم عربي صح، دي في حد ذاتها زي ما قلت لكم ممكن ان شاء الله تفتح لنا باب رزق بعدين. لينك برنامج كوره، شكرا يا مسيو، بالظبط. وكمان برضو في ويب سايت على فكره لبرنامج كوره، في ويب سايت تقدروا ان انتوا تخشوا عليه. حاضر مش همسح اللايف يا ايه. طيب البودكاست زي ما قلت لكم هحاول انزل لكم اللينكات في بوست منفصل. في كمان حاجة تقدروا تستفيدوا منها من المحتوى المفيد، في حاجة اسمها أفلام وثائقية يا جماعة. الأفلام الوثائقية بالعربي بالأخص دي بتبقى أفلام مفيدة، يعني بيبقى فيديو مفيد. في قناة أعرفها تليجرام برضو بتنزل أفلام وثائقية تحفة جدا. الأفلام الوثائقية بتبقى مفيدة جدا يا جماعة، وبتنمي بتنمي دماغنا، بيبقى دماغنا واسع. الافلام الوثائقيه عن كل حاجه تقدروا تتخيلوها، عن البحار والمحيطات والدول. يقول لك مثلا كنت سامعه فيلم قريب وثائقي بيتكلم عن كان في رئيس دوله بياكل البشر. بجد انا مش فاكره طبعا الدوله ايه هي بصراحه، لان الكلام ده كان من فتره، وطبعا مش فاكره لان انا للاسف مش للاسف يعني كل المحتويات اللي انا بشاهدها حاليا كلها تركي، فانا مش فاكره قوي العربي. لكن انا منكرش ان احنا نسمع العربي، مهم جدا مهم جدا نسمع العربي والتركي، مش التركي بس، وبالذات ان احنا في حاجات هنلاقيها في التركي بس وفي حاجات هنلاقيها في العربي بس، فبنحاول نمسك العصايه من النص زي ما بيقولوا. فما ننساش كوره، وما ننساش البودكاست، وما ننساش الافلام الوثائقيه، وما ننساش حاجه كمان. ايه هي يا نوره؟ نسيتها بصراحه. عامه انا هفتكرها. التيدكس ده انا قلته اصلا في الفيديوز اللي فاتت، قلت تيدكس موجود برضو في مصر وتركيا وفي كل بلاد العالم، فموجود منه العربي والتركي، وهو عباره عن ناس ناجحه بتطلع تفيد غيرها وتحكي عن خبراتها، ودي بصراحه بتبقى فيديوز بتحفزنا قوي، ولو عايزين نعرف معلومه ما بنعرفها من خلال الفيديوز دي. انا حتى كنت بسمع الفيديوز بتاعه تيدكس وانا بعمل رياضه الصبح. وطبعا انا عايزه اتكلم في نقطه الرياضه بما انها سبورت ده مش كان. نقول حاجه في فكره الرياضه. طبعا ايه الرياضه، وده دي حاجه ممله وبتتكلمي في حاجات قديمه والكلام ده. طبعا مش هتكلم في فايده الرياضه لان في ناس تانية افضل مني تقدر تتكلم في الموضوع ده، بس انا عاوزه اشارككم تجربه. انا كان في شهر ونص تقريبا كنت يوميا، او كان في فتره كان يوميا، بس بصراحه الموضوع كان متعب قوي. يا رضوى والله وحشاني جدا جدا جدا، يا رب تبقي كويسه وبخير. رضوى يا جماعه كانت معايا في اخر كورس اوفلاين اديته، كان من 3 سنين، وحقيقي الكورسز الاوفلاين وحشتني جدا، يعني ادعوا لي ارجع لها ان شاء الله في اقرب وقت. انا كنت بتكلم في ايه؟ انتظمت في الرياضه لمده شهر ونص. الرياضه حرفيا ظبطت لي كل حاجه في حياتي، ظبطت لي نومي، ظبطت لي كمان اكلي. انا لحد الان الكلام ده قولوا اقل من سنه، بس حرفيا انا لحد الان متاثره جدا بنظام الاكل اللي انا كنت مدربه نفسي فيه في الوقت ده. طبعا انتوا عارفين صينيه البشاميل بقى والحاجات الكتير دي. بصراحه مثلا دي بجد الشخص اللي عاوز يخس او يمشي على نظام صحي بيبقى عنده ليميت معين. مع الوقت انتوا مش هتقدروا تاكلوا البشاميل وتاكلوا الحاجات التقيله قوي دي. يعني عامه مش هتكلم في النقطه دي لان ده اصلا مش محور كلامي، لكن كل اللي هقوله لكم العادات الصحيه. النوم بدري يا جماعه، النوم بدري مهم جدا. العادات الصحيه من ضمنها الاكل
الاكل يا جماعه، التقل في الاكل حاجه وحشه جدا. ما تعملوش في نفسكم كده، ولا تاكلوا اكل كتير تقيل. وحتى لو في اكل تقيل قللوا الوجبه بتاعتكم. الاكل التقيل وغير صحي للاسف دي حاجه وحشه جدا. ادوا لنفسكم بريك في الاسبوع يوم او يومين. انا مش شخص اللي هو رياضي بقى وهقول لكم ازاي تمشوا بشكل صحيح، لان زي ما قلت لكم في ناس اهم. انا بكلمكم عن تجربتي انا نوره، والحاجات اللي انا استفدت منها بحاول افيدكم بكل الطرق يعني. فكان في فكره الرياضه دي بصراحه ظبطت لي كل حاجه. ما كنتش عارفه اظبط نومي بصراحه. الرياضه كانت دايما بتظبط لي نومي. كنت كل يوم اصحى الساعه 7 الصبح، 7 الصبح اعمل رياضه، وظبطت لي مفاهيم كتير قوي. انا اتمنى ان انتوا تبحثوا في الموضوع ده وتعرفوا فيه يعني. وزي ما قلت الحاجات دي انا شايفه انه احنا نعملها سواء انا متخرجه جديد او انا لسه طالبه واخده الاجازه وهرجع للجامعه تاني. الحاجات دي اسلوب حياه. ما ينفعش ان انا ابقى ماشيه اسلوب حياتي هو الشغل وبس، او ان انا الشغل والبيت وكدر. ما ينفعش خالص يعني. ده لو انتوا هتبصوا بقى لحياتكم بعد كده، لو هتبصوا على حياتكم، هل انا هقدر اكمل بالاسلوب ده لمده 10 سنين ان انا بشتغل كل يوم مثلا 9 10 ساعات؟ ولو انا بقى بشتغل وبخرج في المواصلات والكلام ده كله، ولا حتى بشتغل 9 ساعات على اللاب وقاعدة على اللاب وبشتغل في ال9 ساعات دول، هل انا هكمل 10 سنين من عمري كده؟ انا دي حاجة مش مرجحاها، وكل واحد طبعا براحته. حاجة كمان عايزة اقول لكم عنها حاولوا تعملوها، وهي ان احنا نخرج ونجرب حاجات جديدة، ونعرف الاماكن السياحية في بلدنا. هقول لكم ده اهميته ايه. انا مش هقول بقى ان احنا هنتبسط وخروجه وفسحه والكلام ده، لكن تخيلوا كده انه في حد عشان اتفسح كتير ولف مصر حرفيا. الاتراك يعني لما في حد سياح، وبالذات الاتراك بما ان انا في تركي يعني، او يعني خاصه بقسم تركي، في ناس حرفيا جايه مصر وعاوزه الناس دي اللي هي حرفيا لفه مصر ومتفسحه علشان يفيدوهم وعلشان يقدروا يفسحوهم. وناس زي ما بتقولوا كده بتتحرك كتير وعارفه كل الاماكن وبتعرف تتصرف. الواحد لما بيتحرك كتير ويتفسح كتير، الفسحه زي ما قلت لكم مش هدفها ان انا اضيع وقت، لا، انا بخرج اتفسح عشان اتبسط وعشان اعرف معلومات جديده. انما انا مش مع فكره الفسح بصراحه يعني. انا يمكن انا شخص جدي براس، شخص جد شويه في حياتي. ف... فبتلاقوني عايزه اطلع فايده من ورا كل حاجه. في ناس ما بتستحملش كده، وانا مؤخرا ما بقتش استحمل كده، ما انكرش ده. ان كل حاجه في حياتي لازم تبقى لها فايده ولازم تبقى ليها هدف. فيمكن الناس ما بتستحملش ده من البدايه، وناس ما بتستحملوش بعد ما تكون اوريدي جربته بالفعل لمده اكتر من سنه، وتبدا بقى تقول ايه بحب وما بحبش. انما الشخص اللي يقول بحب وما بحبش من غير ما يجرب اقل من سنه، فللاسف ما ينفعش ان احنا يعني ما ينفعش ان انا احكم على نفسي ان انا حبيت او ما حبيتش بعد مش اقل من سنه من ان انا بعمل حاجه. فالفسح دي والله يا جماعه هتلاقوا ان هي ليها فايده جدا بعد كده. انه لو حد عايز يشتغل في السياحه، ولا عايز في اتراك صحابه جايين له مش عارف ايه، هيخرج يفسحهم. والاتراك دول لما يجوا مصر وهو يفسحهم، الناس دي اكيد هيبقى لها اصحاب تانيين، او حتى بقى يا سلام لو في ليه معارف في مصر هيروحوا جايين. الشخص ده يعني دالل الناس عليك او عليكي ان الشخص ده احنا نزلنا مصر، الشخص ده بيتكلم تركي كويس او حتى مش قوي ولكن فسحنا. اصل لو احنا هنيجي نتكلم هنا التركي مهم وكل حاجه، بس ده سايح سايح يعني نازل مصر، نازل مصر عشان يتفسح. فالتركي اللي الواو والتحفه عمل لك ايه لما انت مش عارف تفسحه؟ فهو نازل اصلا لهدف لمده اسبوع ولا حاجه وعاوز يتفسح، فانت بتديله الهدف اللي هو جاي ليه اصلا يعني. انا طبعا في النقطه دي مش بقول ما تهتموش بالتركي، عمري ما اقول الجمله دي، لكن انا قصدي اقول انك حتى لو بتتفسح وبتغير جو دايما وبتخرج دايما وبتعرف الاماكن السياحيه في بلدك ايه، وعارف تتصرف والمواصلات، وليك دور في كل الحاجات يعني، في كل الاماكن في القاهره بالذات، او اسكندريه برضو. اتراك كتير قوي يبقى موجود في الاسكندريه، في الغردقه، بس الغردقه بتبقى بعيده شويه يعني عن الناس كلها. فحتى دي ممكن تجيب لك رزق بعد كده. فانت اي حاجه بتعملها فعلا عشان يعني تخليك كويس نفسيا، من ضمنها الخروج والفسح وكده، اعملها من غير ما تفكر. جماعه الصوت واضح ولا لا؟ اكدوا لي تاني معلش. يا ريت تاكدوا لي ان الصوت واضح.
طيب من ناحيه بقى مهارات الكمبيوتر والناس المتخرجين، الناس المتخرجين جديد عامة، او برضو الطلبة اللي هي عندها وقت في الاجازة، كل ما نعمل الكلام ده بدري كل ما يكون افضل. ولكن لو انا ما عملتوش وقت الدراسة وانا اتخرجت خلاص، ما فيش اي مشكلة خالص ان انا اعمله بعد كده. آه، يا ريت يا جماعة يعني لو في حد من اخواتي، او انا ما عنديش لابتوب او ما عنديش كمبيوتر عامة، واخواتي عندهم كمبيوتر، لازم استفاد من الكمبيوتر ده. مفيش شركة دلوقتي هتجيب حد تشغله وهو ما يعرفش اي حاجة في الكمبيوتر. مفيش شركة هتستفيد من حد ومش عارف ازاي يشتغل على برامج الاوفيس وما يعرفش يعني ايه اوفيس اصلا. ف فمهم جدا جدا ان انا كده اجيب اللابتوب او الكمبيوتر بتاعي. مش لازم يبقى تحفة، مش لازم خالص يبقى لابتوب امور وتحفة وامكانياته عالية. كل ما ابداوا بالبسيط اللي معاكم لحد ما تبداوا اصلا تعرفوا في الكمبيوترات وانتوا مرتاحين في ايه ومش مرتاحين في ايه. طب انا اللاب ده عاجبني فيه كذا، اللاب ده مش عاجبني فيه كذا، ده اللاب ده بطيء، طب ازاي اسرعه. لما تيجوا تشتروا بقى لاب كويس ان شاء الله هتستفيدوا من الخبرة بتاعتكم الموجودة. فعاوزاكم ان انتوا تبداوا تفتحوا اللابتوبات دي وحاولوا تتصرفوا يا جماعه. فعلا الكمبيوتر دلوقتي حاجه اساسيه، الكمبيوتر والتكنولوجيا مهمه في اي مجال، بالذات في مجال اللغات. اي لغه محتاج ان انا اكون عارف فيها في مهارات الكمبيوتر والاوفيس وازاي استخدمها. ده الاوفيس ده بشكل مبدئي جدا، مش هقول بقى كات تولز والحاجات بتاعه المترجمين التانيين. طيب انا بقى معايا اللاب الحمد لله ومش عارفه اعمل ايه. شهادات لبرامج الاوفيس ياهو. طيب يعني انا بصراحه مش متاكده من النقطه دي، بس انا على فكره اشتغلت في اماكن مفيش حد قال لي وريني ان انت تشتغلي، ان انت بتعرفي تشتغلي على الاوفيس. ليه؟ لان هو اداني شغل وانا عملت الشغل. يعني هو هيبقى عايز ايه اكتر من كده؟ زي بالظبط الناس اللي بتيجي تقول لي انا عاوزه شهاده معتمده من الكورس. اقول لها اولا الشهاده المعتمده مش هتفيدك في شيء. ثانيا غير طبعا لو هي عايزه تدرس في تركيا مثلا، فعلشان تتعافى من الامتحان بتقدم شهاده للغه. ثانيا الشهاده المعتمده دي اللي يقول انا هديكي شهاده معتمده يبقى للاسف هو بيضحك عليكي، لان الشهاده المعتمده بتيجي من المركز الثقافي التركي بس. مفيش حد يقدر يديها لك غير المركز الثقافي التركي بمبلغ وقدره فقط. يعني مفيش اي مكان تاني في مصر يقدر يديكوا الشهاده دي. طيب ايا كان بقى سواء شهاده او لا، انا دلوقتي عايزه اشغلك معايا، انا شركه وعاوزه اشغلك معايا. خلاص، هو ايه غير الاوفيس يا هجام؟ يعني ايه غير الاوفيس يا فاطمه؟ ممكن تساليني يعني وضحي لي. اجي اقولك دلوقتي وانا ببدا معاكي المحادثه تركي، بكلمك تركي ما شاء الله عليكي تحفه ونطقك كويس وبتفهميني وبفهمك من اول مره. ايه اللي يمنعني بقى في النقطه دي ان انا ما اخدكيش مثلا، ما اخدكيش لو طبعا ما عندكيش المهارات اللي انا عايزاها. لو شايفاكي لسه مثلا ما تعرفيش حاجه في الكمبيوتر وانتي اصلا لازم شغلك هيبقى في الاكسل والحاجات اللي شبه كده. ايه اللي ممكن تتعلميه تاني غير الاوفيس؟ والله يا فاطمه كل واحد بقى بيختلف. يعني برامج الكات تولز وكده، بس الكات تولز دي البرامج اللي بتعمل فيها المترجمين التحريريين، يعني لما بيجوا بيشتغلوا لازم هم يكونوا عارفين البرامج دي. بس هي بصراحة ليه وسيلة. البرامج الكات تولز بتنزل على لابات معينة، بتبقى بإمكانيات معينة وبطريقة معينة. فدي طبعا يعني يا ريت تسألي فيها حد متخصص، لأن أنا للأسف يعني شفتها ظاهريا بس ما جربتش ان انا انزلها بصراحه. لكن بقى ايه، جربت الترجمه بافكار مختلفه. بما ان انا فاتحه اللاب هحاول اوريكم طريقه انا بعملها لحد دلوقتي بعملها لما يكون عندي وقت. بس خليني اقول لكم فانا دلوقتي في حاله شبه كده. ايه اللي يخليني ارفضك لو انت بتتكلمي تركي كويس وشايفه ان انت شخص بيتعلم وهقدر اعلمه الحاجه اللي انا عايزاها؟ ايه اللي يخليني ارفضك؟ فمثلا الناس اللي تيجي تقول انا مثلا زي ما مروان بتقول لي، لازم شهاده. يعني انا من وجهه نظري الشهاده هتفيدهم في ايه؟ ان هم يشغلوكي. طب ما هم يدوكي شغل وانت هتعرفي تعمليه، مش هتتاخري في شغلك. فهماني؟ ده برضو وجهة نظري بصراحة، وانا جربت اشتغلت في اماكن، يعني ده عن تجربة برضو. فالشهادات يا جماعة عامة هي مهمة بس تاخد مجال اكاديمي شوية. في حاجة بعملها بقى هحاول اوريها لكم دلوقتي. انا بعمل ايه؟ انصحكم ان انتوا كلكم تعملوها. ده اهو مثلا انا فتحت جوجل يا جماعة اهو.
ده جوجل اهو. باجي من هنا بعمل كده، ان الصفحه بصوا بتبقى مقسومه كده، اللي هي بتبقى ايه نص كده، تمام، وبرفعها فوق كده. وباجي هنا عندي الوورد ده برنامج الوورد اهو. وده الوورد اللي انا هعمله. طبعا انا هنا بيكون في جوجل بختار بجيب اي موقع اخباري او اي موقع انا محتاجه ان انا اترجم من عليه اي مقاله عامه، وبجيب المقاله. الحاجات اللي انا بتعامل فيها اقل حاجه مثلا BBC نيوز اهي. النت بس يا جماعه انا مش في البيت، فللاسف النت مش الطف حاجه. هنا اهو BBC نيوز اهي. بصوا هتلاقوا هنا حاجات بالهبل حرفيا، حاجات دي تخص تركيا، روسيا، اوكرانيا، سواشي، الحرب ما بين روسيا واوكرانيا، الاقتصاد، الصحه، التكنولوجي، البليم. بصوا حاجات حرفيا في كل المجالات. بتختاروا بقى ايه، مثلا الايكونومي اللي هو الاقتصاد، هيجيلكم مقالات بتخص الاقتصاد، وبتبداوا بقى ايه مثلا تفتحوا المقاله دي كده اهي، وبالراحه خالص بنبدا بقى ايه نترجم بالراحه خالص في الوورد ده. بجيب الجمله كده دي، وبعدين ابدا اترجم هنا كده تحت هنا كده، تمام. الاثنين هم بيبقوا قصاد بعض. ده ازاي يا هجام؟ من هنا يا جماعه، من العلامه دي المربع دي، وبرده بنعملها هنا في الوورد نفسه. فبنقسم الصفحه 2 وببدا اترجم الاخبار دي. ده كده حاجه بسيطه. ده بقى طبعا انا انصح بيه للناس اللي في ثالثه ورابعه واللي اتخرجوا. يعني ده كده نبذه بسيطه خالص في ازاي ان انا حتى اعرف اترجم، ازاي اعرف ان انا بحب الترجمه ولا لا. الموضوع ده مش هنحكم عليه خالص من اول ولا تاني ولا 10 مره. مش هنعمل، انا فكره بعمل الموضوع ده من سنه تانية كليه، بس مش باستمرار. يعني ما انكرش ان انا كنتش بعمله باستمرار عشان ما كانش بيبقى دايما عندي وقت، بس انا حاليا بعمله لما بيكون في وقت فراغ. الموضوع ده لذيذ جدا، انا اتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رايكم ايه. ده من ناحيه اللاب او الكمبيوتر. دي اقل حاجه يا جماعه نقدر ان احنا نبدا بيها بعد ما نعرف ايه اللي في الكمبيوتر، يعني ايه كمبيوتر، يعني ايه اشتغل، يعني ايه جوجل، يعني ايه اكتب على جوجل. كل دي على فكره حاجات بنتعلمها بالراحه خالص. والاوفيس بحر واسع، حرفيا بحر واسع. يعني سواء الوورد او الباوربوينت كل ده بحر واسع، مهما اتعلمتوا هتلاقوا في حاجات جديده بتتعلموها. دي برضو انا هنا اتكلمت في حاجتين، ان برامج الاوفيس. تاني حاجه الترجمه دي للناس زي ما قلت المتخرجين مش عارفه اعمل ايه. دي حاجه بسيطه ان احنا نبدا نعملها في الاجازه بتاعتنا او في الفتره الجايه، ان انا بفتح مقاله. وفي برامج في ويب سايتس يعني كتير قوي قوي زي BBC نيوز. BBC نيوز دي موقع اخباري. في بقى حاجات تانية. انا حتى كنت لما كنت في تانية كليه كان في حد مديني مواقع اخباريه ما بتشتغلش غير في تركيا، فكنت بشغل الحاجات دي بحاجه اسمها الVPN. كنت بشغل برنامج الVPN ده وبدخل بيه على المواقع دي اللي موجوده في تركيا، بس ما ينفعش حد يفتحها خارج تركيا. فالحاجات دي طبعا كانت برضو مفيده قوي، لان هي بتنشر حاجات مش كل الحاجات التانية بتنشرها. وفي برضو الجزيره برضو تقدروا ان انتوا الحاجات دي توصلوا لها يعني بسهوله. ده من ناحيه التركي. وممكن كمان العربي تكتبوا مثلا الجزيره، موقع الجزيره، موقع مش عارف ايه. المواقع العربيه تجيبوها وتترجموا من عربي لتركي، يعني تعملوا الاثنين من تركي العربي ومن عربي لتركي، وابداوا من تركي العربي افضل علشان يبقى اسهل. اي علشان يبقى اسهل ليكوا. ابداوا بالتركي وتعودوا على الموضوع ده، فبعدين ابداوا بعدها من عربي لتركي. ده من ناحيه السؤال. انا لسه متخرج ومش عارف اعمل ايه. دي كده حاجه بسيطه نقدر ان احنا نبدا بيها. طيب تاني حاجه يا جماعه يا هجام، انا بحفظ كلمات ازاي؟ بفتح القاموس وببدا ان انا احفظ الكلمات. يا جماعه الطريقه دي طبعا غلط جدا. مش عارف، في كتاب اسطنبول في صفحه كده فيها كلمات بالهبل، فانا هحفظ من الصفحه دي؟ يا جماعه مفيش حاجه اسمها كده. بحفظ الكلمات ازاي؟ يا اما من خلال اقرا نص بسيط خالص، لو ده طبعا على حسب مستوايا. لكن القراءه والمحادثه والدملمه اللي هو السماع، الثلاثه دول مفهومش عشوائيه. يعني لو انا
عملت اي حاجه فيهم من غير مدرس انا هتجنب العشوائيه. مثلا القراءة، لما انا اجي اقرا حاجة بسيطة خالص كقصة صغننة او رواية بتاعت اطفال مثلا او حاجات شبه كده، لابات بالظبط، هي فعلا عايزه لابات امكانياتها عاليه شويه. بس يا جماعه الكات تولز، بس اهم حاجه ان الرام بتاعه اللاب ما تبقاش اقل من 8، واللاب ما يقلش عن الجيل ال11. ده اهم حاجتين في الكات تولز. تمام. طيب طريقه الحفظ الكلمات ازاي؟ اول حاجه انا هجيب مثلا حاجه قراءه، قصه بسيطه اقراها، مش عارف ايه، حاجه يعني بسيطه ان انا هقراها تبقى سهله عليا بالنسبه لي. سهله مش ان انا اكون عارفه كل الكلمات، بس على الاقل هعرف 75% من القراءه دي. ده لو انا لسه مبتدئ في القراءه. ونخلي بالنا ان كل مهاره مختلفة عن التانية. يعني أنا مثلا ممكن الكونوشما بتاعتي تبقى كويسة جدا جدا جدا، والدلامة عندي كويسة جدا، بس ممكن القراءة عندي متبقاش حلوة، الكتابة عندي وحشة جدا. فده طبيعي جدا، أي حد بيتعلم لغة جديدة الأربع مهارات مختلفين خالص، متفاوتة. وإن أنا أظبط الأربع مهارات يبقوا نفس الليفل، فده محتاج مني وقت كبير يا جماعة، ومش يعني مش بنعملها بسرعة خالص يعني. تمام. يا ريت برضو تاكدوا لي الصوت واضح دلوقتي ولا لا. طيب بجيب قطعه قراءه وبقراها. النهارده مثلا جبت قطعه القراءه دي، بالراحه خالص بعلم على الكلمات اللي انا مش عارفاها او باخدها وبترجمها النهارده يعني بعد ما قراتها. او ممكن كمان برضو ان احنا نسمع فيديو ونعمل نفس الكلام، نسمع الفيديو كام مره او نقرا كام مره، واطلع الكلمات اللي انا مش عارفاها اطلعها من القاموس واكتب معناها. وبس كده، ده النهارده اللي هعمله. هاجي بكره بعد ما عرفت معنى الكلمات وانا اوريدي سامعه الفيديو، هربط بقى الاتنين دول مع بعض. الاتنين دول احاول اشوف هل الكلمات ومعاني الكلمات اللي انا جبتها، هل المعنى اللي انا جبته ده متوافق مع الفيديو او مع القراءه اللي انا، او قطعه القراءه اللي انا قراتها. مثلا هديكم مثال بسيط خالص. كلمه اوجاك مثلا، كلمه اوجاك بالتركي معناها، او ممكن حد يقول لي معناها بوتاجاز. طيب ما ممكن الجمله اللي اتقالت فيها تكون بمعنى تاني خالص. يقولك ايه؟ بير شوبات مثلا، بير اوجاك، باردون، بير اوجاك، بير اوجاك يعني دي معناها بوتاجاز واحد؟ لا، يعني كتخيل بقى مني دلوقتي، بير اوجاك بوتاجاز واحد. طب ايه اللي جابها للقطعه؟ انا اصلا بقرا قطعه ملهاش اي علاقه خالص باللي انا بعمله. فبشوف تاني بقى، ببص في القاموس بلاقي ان كلمه اوجاك معناها يناير بالتركي، اللي هو اول شهر يعني في السنه. فكده بقى بربط الكلمات اللي انا اللي انا ترجمتها، بربطها اوريدي بالقطعه اللي انا عملتها. فكلمه اوجاك بتبقى معنى بوتاجاز وبمعنى شهر يناير. فكده بيبقى عندي كلمتين، قصدي كلمه بمعنيين اتنين. في برضو كلمه دولو مثلا. كلمه دولو ممكن كلمه دولو دي بتبقى بمعنى مليان، وممكن تيجي بمعنى بالظبط يا فاطمه يناير. لو في حد يعرف معنى كلمه دولو المعنى التاني ايه؟ طيب بصوا هسيبكم تفكروا في دي، هنتقل انا هكتبها عشان ما انساش. اللي يعرف كلمه دولو يعني ايه؟ الكلمه دي كنت انا مدرساها في الاي في الجنيش زمان، فالمفروض لو في حد كان معايا في الجنيش زمان يعني يقولها لي. فكلمة دولو المعنى الأول ليها إنه معناها ممتلئ مليان يعني. المعنى التاني ليها هستناكم تقولوه، هو معنى ملوش أي علاقة خالص. فدلوقتي أنا لما أجي الكلمة اللي أنا عارفاها إنها مليان، بس أنا سياق الجملة مش بيقول لي إن هي بمعنى مليان، فببدأ بقى أدور في القاموس. بالظبط، انا فعلا كلمه اوجاك درستها برضو في الليفل الاول لما كنا في الفار واليوك. بندرس الحاجات اللي في المطبخ، ايه الاشياء اللي موجوده في المطبخ، فقلت لهم كان في كلمه اوجاك وقلت لهم المعنى التاني ليها. وكلمه يوز برضو شاهده اكيد فاكراها برضو، كلمه يوز بمعنى 100 وبمعنى وجه يعني. فطبعا انا قابل حاجات شبه كده كتير. في ان انا اسمع ان انا ازاي احفظ كلمات جديده. اول حاجه يا اما بقرا حاجه تبقى مبسطه خالص وبجيب الكلمات اللي انا مش عارفاها،
وببدا اعلم عليها واكتبها واعرف معانيها من القاموس وبس. ده اول يوم. وبرده كذلك في الفيديو، بسمع الفيديو كذا مره، بطلع الكلمات الجديده وبشوف معناها في القاموس وبكتب المعنى جنبها وبس. ده اول يوم. تاني يوم بسمع الفيديو وبحاول اربط الكلمات بالفيديو اللي معايا، احاول اتاكد ان الاتنين متوافقين مع بعض. لقيت الكلمه هي يبقى بالظبط اروح بقى جايه كاتبه الجمله كامله بالمعنى الكامل اللي انا لسه شايفاها. يبقى هنا كلمه دولو معناها كذا، كده هتبقى كلمه اوجاك هنا بالمعنى الفلاني وليها معنى تاني. دي الطريقه اللي انا اقدر احفظ بيها، وبعدين اعمل جمله من عندي. برضو التدكا بيفيد قوي قوي في النقطه دي. هبقى انزل لكم اللينك بتاعه ان ما كنتوش اصلا عارفينه، بس اكيد عارفينه. التدكا طبعا هو اصح حاجه، يعني اصح حاجه في التركي. ده قاموس تركي ممكن ان انا اكتب فيه كلمه اوجاك يعني ايه، فبيجيب لي هنا المعنى الاولاني لكلمه اوجاك كذا، والمعنى الثاني لكلمه اوجاك كذا، وممكن كمان تيجي بالمعنى الثالث كذا، وهكذا. بنكتب الكلمه في التدكا وبتظهر لي المعنى الاساسي بتاعها في التدكا يعني. بس ده ممكن الناس اللي في الاول ما بيعرفوش يتعاملوا معاه قوي في التدكا. لكن لو طبعا لو انا مستواي ايكي يبقى لا، لازم اكون بستخدم التدكا يا جماعه. لو انا مستوايا في ايكي، لو انا خلصت الابير يعني، لازم اكون بدات استخدم التدكا. لو مش عارفين ازاي نستخدمه ممكن تسالوني، وممكن ان انا برضو ابقى اتكلم برضو عن الموضوع ده في حاجه تانية. بس ده هو ملخصه يعني. هو بيجيب لك 1 2 3 المعاني بتاع الكلمه او الفعل، بيجيب لك رقم 1 دي يعني ده المعنى الاساسي ليها، رقم 2 ده المعنى اللي بعده، رقم 3 وهكذا. يعني هو بصراحه بالنسبه لي بسيط وجميل قوي. ما قلتليش كلمه دولو يعني ايه، مستنياكم تقولوا لي كلمه دولو يعني ايه، ومش عارفه انا صوتي اصلا واضح ولا لا. دولو مشغول يعني يون او مشغول، الاتنين موجودين بس مش دولو. كلمة دولو مهمة خالص. طيب زي ما قلت كده، احنا سواء برضو واحنا متخرجين او احنا طلبة، زي ما قلت لو الطلبة اعملوا اللي انا بقوله للمتخرجين، صدقوني هتستفادوا جدا وهتتعلموا حاجات بدري. لما تيجوا بقى في سنة رابعة هتلاقوا اوريدي الحاجات اللي غيركم بيتعلمها انتوا اوريدي الحمد لله اتعلمتوها. وكمان هتلاقوا بقى ايه، العقل بتاعكم عاوز يتعلم حاجات اكبر. كل ما بنموا نفسكم اكتر بدري، كل ما وبدري ده على فكره الناس اللي لسه متخرجه انتوا مش كبار ولا حاجه، ولا لسه ولا عواجيز ولا اي حاجه خالص. فده مش ده معناها ان انتوا مرحله خلصت، زي مرحله الابتدائي، زي مرحله الاعدادي، زي مرحله الثانوي، كمان الجامعه. الحياه كده. وبحس كمان ان الواحد بعد الجامعه فعلا بيبقى فري. ففعلا انتوا اترحمتوا يعني. فحاولوا تستفيدوا قوي من النقطه دي. والجامعه كان ليها وقتها الحمد لله عدى. المفروض ان احنا بقى ايه، نموف اون يا جماعه، ونحاول نعمل حاجات جديده ومختلفه وما زعلش خالص. كان في نقطه برضو معينه، اكتئاب ما بعد التخرج. وفي لسه شخص كان بقى سالاني امبارح تقول لي اكتئاب ما بعد التخرج. يا حبيبتي انت لسه مخلصه الامتحانات اصلا من اسبوع ما كملتش اسبوع حتى. فيا جماعه اكتئاب ما بعد التخرج ده حاسه ان هو ممكن يبقى طبيعي يعني. حتى لو انا بشتغل والدنيا عندي لطيفه في كل الكلام وانا جميله وشغاله في سوق العمل وكده، بس برضو بتحسوا ان فعلا الجامعه بتبقى واخده وقتكم كله اللي هو سواء حضور سواء في امتحانات، وحتى مساحه تفكيركم بتبقى واخداها كلها. ففجاه بتحسوا ان انتوا حرين بايديكم تعملوا اي حاجه، سواء حلوه او وحشه، انتوا بايديكم ان انتوا تعملوا كل حاجه. فبتبقى يعني احساس غريب شويه. كل اللي انا عايزه انصحه في النقطه دي واقوله، خلوا بالكم يا جماعه من نفسكم، حاولوا قدر الامكان ما تسمحوش للموضوع ده ياثر عليكم سلبيا. لان للاسف لو انتوا سبتوه ياثر عليكم سلبيا، للاسف هو فعلا ما فيهوش هزار يعني، انتوا فعلا هتبقوا مش كويسين. فلازم تخلوكوا حريصين قوي قوي في المرحله دي. اول لما تحسوا ان انتوا بداتوا تنكمشوا على نفسكم ومش عايزين تتكلموا مع حد، حتى بتبعدوا عن اهلكم، ابداوا فورا غصب عنكم اندمجوا، كلموا صحابكم غصب عنكم. حتى لو انتوا مش طايقين حد ومش طايقين حاجه، خلوا بالكم يا جماعه. فعلا النقطه دي فارقه قوي، بالذات السنه او السنتين اللي بعد التخرج، لان انتوا بتعرفوا شخص جديد حرفيا يعني. تلاقوا نفسكم كده
انا بتعرف على نفسي جديد، هتلاقوا شخص جديد ظهر، شخص بينضج، شخص بقى الحياة بقى مش عايزة اتكلم بشكل سلبي، بس الحياة فعلا بتلطش. آه، يا سمين ده عند سنين. بتلاقوا فعلا الحياه بتلطش فيكوا. انا ما مش حابه ان انا اشارككم حاجه سلبيه، بس انا بالنسبه لي والله الاقلام بتاعه الحياه بدات معايا للاسف بعد ما اتخرجت ب3 شهور مثلا، يعني حرفيا. فبدات بقى اخش في موال وحوارات وحاجات كبيره عني. واخر موقف حصل طبعا لما اللاب بتاعي اتسرق وبقيت اروح القسم كل يوم، اللي هو انا اصلا ايه، انا بنت ايه اللي بيوديني الحوارات دي والشرطه وبشوف مساجين واتعامل مع ناس غريبه. كل ده يعني انا اللي عملته بنفسي. وكمان زي ما قلت لكم حاجات كتير قوي انا مش حابه ان انا اشاركها بصراحه. مش حابه اكون يعني اخلي حد ان هو يبقى متاثر سلبي بسببي. ولكن للاسف الحياه بتبدا تدينا الام من النقطه دي. فحاولوا ان انتوا تبقوا صحيين قوي قوي للنقطه دي. طيب انا بقى من وجهه نظري بتجربتي الشخصيه عشان ما يبقاش برضو كلام على الفاضي، انا مثلا لما اتخرجت بسم الله الرحمن الرحيم كده عملنا حادثه بالعربيه وحرفيا كنا هنموت. كنت انا واختي ووالدتي وكنا حرفيا هنموت. طبعا الموضوع ده هدني انا شخصيا. بعدها بيومين والدي دخل المستشفى. فضلنا طول الشهر ده انا اللي بروح المستشفى كل يوم وعنايه وحوارات فعلا اكبر مني جدا. وانتوا بقى عارفين اكيد لما الحاجه تبقى في اهلكم بقى الموضوع صعب، يعني ربنا يعافينا كلنا. بعدين حصل بقى ربنا يرحمه والدي اتوفى. فاللي انا عملته بقى في الفتره دي، اللي انا كنت بعمله، انا كان عندي كورسز وبشتغل وكل يوم حتى بروح لوالدي، بس في نفس الوقت انا بدي الكورسز. ما جربتش يوم واحد الغي الكورس بتاعي، ما جربتش ان انا اقول انا اسفه بعتذر انا اتاخرت النهارده عشان كنت عند والدي خالص. حتى كان باين في وشي للاسف بقى الزعل والكلام ده كله. فده كان باين. وبشكر طبعا طلابي ان هم كانوا موجودين في الفتره دي جنبي، بصراحه خففوا عني كتير قوي كتير قوي قوي والله. بس اللي انا عايزه اقوله في النقطه دي انه انا لما تعرضت لحاجات شبه كده انا ما وقفتش شغل، ما وقفتش مذاكره، كملت مع نفسي. انا ما كنتش قادره اتبسط، بس على الاقل مسؤولياتي الاساسيه انا ما سبتهاش. فلازم دلوقتي اول لما نتخرج، او حتى يا جماعه مش متخرجين، انا تعرضت لحاجه مش حلوه او مش كويسه، هاخد حقي في الزعل، بس حاولوا بقدر الامكان مسؤولياتكم الاساسيه ما تسيبوهاش. ده هيجي عليكم للاسف بخساره كبيره. ولو سبتوا الشغل بتاعكم دلوقتي للاسف هتسيبوا بقى، يعني هتفضلوا بقى ايه، بتحاولوا ترجعوا اللي انتوا فيه بعدها بشهور. في حاجات طبعا بتيجي للاسف يعني بتقطم الظهر زي ما بيقولوا، ولا بتقطم الوسط مش فاكره. دي بتحتاج ان احنا برضو فتره ان احنا نتعافى من الموضوع ده. انا ده منكروش، بس عايزه اقول لكم المشاكل اللي انتوا بتواجهوها عامه في حياتكم ما تخلوهاش اوفر. قولي طب انا هفضل زعلان لحد امتى؟ طب خلاص خليني ازعل، خليني اعيط، بس ما سيبش مسؤولياتي الاساسيه. والله صدقوني دي هتخليكم تتعاملوا مع اي موقف واي مشكله في حياتكم بهدوء خالص، وتقولوا الشغل حاجه ومشاكلي الاساسيه حاجه تانية خالص. فدي انا بقول الكلام ده علشان لما نستقبل يعني اي حاجه وحشه، كلنا احنا معرضين ان احنا نتعرض لحاجات مش كويسه. ف نبقى مؤهلين نفسنا لأي حاجة، وما نزودش توقعاتنا من الحياة. يعني الحياة مش دايما وردي، يعني ممكن مرة تبقى حلوة وممكن 3 مرات تبقى وحشة، مش العكس. ولما نعمل حسابنا ان الحياة ممكن تبقى 3 مرات وحشة ومرة واحدة حلوة، صدقوني ده بيقلل توقعاتنا في الحياة وبيخلينا ان احنا واقعيين اكتر، وقادرين ان احنا نتعامل. واي مشكلة بتيجي انا بقدر اتصدر لها واخش فيها بقلب جامد وبحلها. غير بقى زي ما قلت لكم المشاكل اللي هي بتبقى خاصه بالاهل دي بتبقى صعبه شويه. يعني انا منكرش، بس طبعا انا مش عايزه اتكلم في نقط يعني تستدعي ان حد متخصص هو اللي يتكلم فيها. يعني في ناس كتير قوي متخصصه في الحاجات دي تقدر تفيدكم، بس انا كنت بتابع مثلا الناس اللي الكلام اللي بقوله لكم ده انا كنت بتابعه، وبعدين لما جربت ان انا انفذه في حياتي الشخصيه فبقوله لكم دلوقتي. ان انتوا قللوا توقعاتكم من كل حاجه، وخليكم مستعدين لاي حاجه. واي حاجه تيجي تضايقكم، سواء بقى ايه، والله ده انا فاشل، ده والله مش عارفه اتعلم، والله مش عارفه اترجم، التوكي بتاعي مش حلو، التقدير بتاعي وحش في الكليه، والله مش صحاب
كل ده ما تعملوش في نفسكم كده، ما تعملوش في نفسكم كده. مش هنبص ورا، ممكن نبص لقدام. وممكن لو احنا ما عملناش اصدقاء في الجامعه هنعمل اصدقاء تانية في الايام الجايه في مجالات مختلفه، وكمان افضل بكتير قوي من صحاب الجامعه. حتى لو ما عملناش اصدقاء خالص، كل واحد عنده مشكله كبيره او مشكله تخصه. انا نور عندي مشاكل معينه، او زي ما بيقولوا مشكله قرصاني زي ما بيقولوا. حد تاني عنده مشكله ما، حتى كل واحد عنده مشكله معينه بتضعفه. فلازم برضه نبقى عارفين ان انا حساسه في النقطه دي، حساسه لما يجي الموضوع ده. انا حساسه ان انا ما عنديش صحاب ومتضايقه. فاعترافنا للمشكله ده بالذات بوجهه للناس اللي متخرجه، لان كل الحاجات اللي مضايقاكوا دي للاسف بتفضل لابساكوا بقى بعد التخرج على طول، لان بيبقى عندكم وقت وفاضيين يعني لا مؤاخذه، حتى لو بتعملوا حاجات كتير في حياتكم. اكيد هترجع هتيجي الحاجات دي في دماغكم، لان الجامعه كانت واخده فعلا وقت كتير قوي، من حتى لو مش من مجهودكم، من وقتكم، من مساحه عقلكم. كل ده الجامعه كانت واخداه. فخلاص مفيش جامعه، فاكيد هيجي عندكم وقت فاضي وفراغ يعني. فخلوا بالكم من نقطه المشاكل دي، وانه احنا كل ده تحت طبعا بند اكتئاب ما بعد التخرج. خلوا بالكم من النقطه دي. حتى لو انا حاسس ان انا ببقى مش كويس او بدات اكون مش كويس، يا ريت نستعين باهلنا، حد من اهلنا، باخواتي، بصحابي. حاول حتى اخرج لو الموضوع اتأزم قوي ومش معايا اي حد، اخرج اعمل حاجه جديده. زي ما قلت الحاجه الجديده، زي ما قلت في اول البتاع خالص، الفيديو في الاول خالص، ممكن بقى ترجعوا تسمعوه. هي بقى الهوايه والحاجات اللي انا قلتها في الاول يعني. جماعه الصوت واضح؟ يا ريت برضو تبقوا معايا وتقولوا لي الصوت واضح يا هجام، عشان اكون بس مطمنه. طيب من ناحيه اللغه برضو، من ناحيه اللغه نفسها وتطويرها ان شاء الله انا هخلي، عشان احنا النهارده قربنا على ساعه، وكمان مش في البيت، فبحاول ان انا اديكم اللي في بالي حاليا. في حاجه مهمه قوي في اللغه، زي ما قلت فكره القراءه والدنلمه، وان انا احفظ كلمات من القطعه اللي انا بقراها، او قطعه الدنلمه اللي انا بسمعها، وتيدكس. دول حاجات مهمه جدا بقى، والبودكاست والحاجات دي كلها اصلا حاجات في اللغه وفي الاجازه، وتقدروا تعملوها مع نفسكم. كل ده تقدروا تعملوه مع نفسكم، مش بقول حاجه يعني بعيد عن المدرس او بعيد عن اي حد تاني يقدر يساعدكم. حاجه تانية انا بعملها بقى من زمان قوي، لما كنت لسه يعني بتعلم في الاول في التركي. يا ريت يا جماعه تقولوا لي الصوت واضح ولا لا. الحاجه اللي هي تمام. الحاجه بقى اللي انا كنت بعملها في حته الدنلمه، وكانت بتزود عندي موضوع الكونوشما ده، بتساعدني فيه. هي ان انا كنت بيبقى عندي في الحاجه الدنلمه اللي انا بسمعها، السماع يعني الدنلمه. في عندي حاجتين اساسيين بسمعهم كل يوم. اول حاجه بيبقى فيه فيديو انا بسمعه مقطع، حاجه اسمها سهنه، بالتركي اسمها سهنه دوت، يعني مقطع صغير من المسلسل او الحاجه اللي انا بشاهدها يعني. ممكن تكتبوا اسم المسلسل وتكتبوا جنبها كلمه سهنلري، فبيطلع لكم مقاطع الفيديو. مثلا شفتوا انتوا المقاطع ايه؟ مش عارف احمد ضرب مش عارف مين بالقلم، او لحظه قتل مش عارف مين. تبقى اللي هي المقاطع الصغننه دي. المقاطع الصغننه دي كنت بجيبها وبكتب، تبقى في حدود ال3 أو ال4 دقايق، كنت بفرغها بكتب كل حاجه بالتفصيل الممل اللي اتقالت في الفيديو ده. كنت بدي لنفسي مهله، بسمعه مرتين، بسمعه عامه يعني، اللي هو مجرد سماع عادي للفيديو، بشاهده يعني مرتين عاديين. وبعدين في 3 مرات اللي بعد كده بكتب كل حاجه بتتقال في الفيديو. اول مره هتلاقيكم كتبت نص صفحه على الاقل، تاني مره هتلاقيكم كتبتوا صفحه، تالت مرة هتلاقيكم كتبتوا يجوا صفحة ونص او صفحتين. انا الكلام ده حصل معايا من اول مرة سمعت فيها تركي. تخيلوا حتى ان انا كنت بكتب كلمة ايفت يعني بكتبها بحرف الاي، اللي هو اي فا اي تا، مش الاه، مش حرف الاه. فبجد كلمة ايفت، تخيلوا ايفت اللي هي اسهل حاجة في التركي واي حد عارفها، كنت انا بكتبها كده، كنت بكتبها غلط. بس انا بقى في ال3 مرات اللي انا كنت بفرغ فيهم وبكتب فيهم،
كل حاجه بتتقال. كلمه ايفت دي كتبتها 3 مرات بالشكل الخطا، بس انا كلمه ايفت دي سمعتها كتير قوي، سمعتها كتير قوي في الفيديو، فببدا ان انا اروح للقاموس وبعمل الحكايه اللي انا قلت عليها، بشوف كلمه ايفت يعني ايه وبكتب المعنى. تمام، دي اول حاجه انا بعملها في يومي، او كنت بعملها في يومي في الاول لما انا كنت بتعلم تركي في الاول، وبعيد عن العشوائيه خالص. ان انا بجيب صحن صغير وابدا اكتب فيه، اكتب كل حاجه بتتقال فيه. دي حاجه اسمها تفريغ للفيديو، بنكتب كل حاجه اتقالت فيه. ازاي؟ ده ذات يا جماعه، اللي هو اختصار، بحاول اختصر يعني. بنسمع مرتين عادي خالص، وبعدين الثلاث مرات التانيين ان انا بكتب كل حاجه بتتقال في الفيديو ده. طيب تاني اوبشن بقى، وده للناس اللي هم خلصوا الابير عشان ما يتعقدوش يعني. في الحته التانية ان انا اكون بشاهد مسلسل. للاسف يعني زعلانه ان انا بوصيكم تسمعوا مسلسلات، بس بصراحه المسلسلات مفيده قوي قوي في حته التركي. انا كنتش بحبها او ستيل ما بحبهاش، لكن بسمعها عشان اتعلم حاجات جديده ولولا المسلسل، مش هقول لولا المسلسلات بس، يعني المسلسلات فعلا فادتني كتير قوي في النطق والالفاظ اللي انا بستخدمها وانا بتكلم يعني. بيكون لينا مسلسل بنشاهده كل يوم. بصوا انا هشوف الاسئله بتاعتكم حاضر، بس اخلص النقطه دي عشان ما انساش. انا اصلا يعتبر خلصت، دي اخر حاجه انا هقولها. النقطة التانية ان انا بجيب المسلسل ده انا بسمعه، عندي مسلسل يوميا لازم بسمعه على الاقل يا جماعة، اسمعه قبل ما انام. انا زعلانة برضه ان انا بقول اسمعوه قبل ما تناموا، عشان دي مش عادة صحية. انا كنت ساعتها بصراحة بعمل كده، ان انا بسمعه قبل ما انام، ولما ببقى مشغولة جدا 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 بسمع المسلسل قبل ما انام، عشان عارفة اول لما اسيب الموبايل انا هنام على طول. انا حاليا مثلا لما بمسك الموبايل وبسمع مسلسل قبل ما انام ما بنامش، للاسف ما بنامش. فعلى حسب الفترة اللي انا بمر بيها، لو انا جسمي تعبان وهلكان ومش قادرة طول اليوم ومشغولة وكده، فممكن اسمع المسلسل قبل ما انام، لان انا اوريدي ما عنديش وقت طول اليوم. انما لو انا مثلا النهارده وبكره كمان، فانا مش عندي حاجات كتير قوي، لان انا الكورسز الجديده ان شاء الله هتبدا بعد العيد، فانا مش مضغوطه قوي. فممكن اسمع طول اليوم، يعني مش طول اليوم، هو طول اليوم يعني. وفين ياسمين؟ يا ريت تاكد لي على الموضوع ده. طول اليوم ببقى مشغوله جدا يا جماعه. بشوف المسلسل في اليوم العادي بتاعي او قبل النوم، ايا كان بقى انتوا بترتاحوا في ايه. والمسلسل ده بشوف مثلا منه على الاقل 10 دقايق ل 15 دقيقه، دي اقل حاجه اسمعها. انا كانت ترجمتنا ازاي ونعرف انها صح؟ ايوه ياسمين. طيب فاطمه، نسمعها تسمعي ايه بالترجمه ولا من غير ايه ولا من... بصي من قبل ما افهم انتي قصدك ايه، مفيش حاجه اسمها ترجمه نهائيا، مفيش حاجه اسمها نسمع فيديو بترجمه، مفيش حاجه والله. حتى لو انا مستوايا صفر في التركي، مفيش حاجه اسمها اسمع فيديو بالترجمه، ده وجهه نظري برضو. ولا سبتايتل للاسف، ولا سبتايتل. وانتوا عارفين في الكورسز بتاعتي للاسف يعني بنحاول في الموضوع ده، وبفضل اضغط عليكم في الموضوع ده ان مفيش ولا ترجمه ولا سبتايتل. وحتى معظم الفيديوهات اللي ببعتها لكم تسمعوها بتبقى من غير سبتايتل، فبتعانوا. بس صدقوني ما شاء الله، يعني لما بشوف نتيجه الكورس وبشوف نتيجه الدنلمه بتاعتكم، وما شاء الله الكلام بتاعكم وانتوا بتتكلموا، وقد ايه حتى لو انا بتكلم بسرعه معاكم، بنتكلم طبعا تركي في الكورس، فحتى لو انا بتكلم بسرعه جدا ما شاء الله انا ما بصدقش ان انتوا بتفهموني، من غير ما حد يقعد يقول لي ايه انمضم وعيدي تاني يا وجام وحاجات شبه كده. فده كله بيفرق. اللي بيفرق بقى في ان انا اسمع لما مثلا اجي اتكلم تركي او نسمع حد تركي بيتكلم، والله يا وجام انا مش لما بسمع المسلسل اول مره ما بفهمش اول مره. والله يا وجام هو بيتكلم بسرعه. والله يا وجام انا قابلت حد تركي في الحقيقه وما فهمتوش خالص. كل ده بيرجع ليه يا جماعه؟ بيرجع ان احنا بنسمع بترجمه او سبتايتل، الاثنين والله. ده بالنسبه لي وجهه نظري، واللي انا بنفذه في كورساتي، ولا سبتايتل ولا ترجمه. وده انا بنفذه من المستوى الاول. اللي انا المفروض اعمله ايه؟ زي ما قلت لما اتكلمت، طبعا لما اتكلمت مع اهل اللغه، طبعا ولما رحت تركيا، طبعا الموضوع كان لذيذ قوي 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 يعني. بصراحه كانت ان شاء الله يعني ربنا يرزقنا واروح تاني وكلنا نروح تاني. الموضوع كان لذيذ جدا معايا فوق ما انا اتخيل، لان انا كنت عارفه اللغه كويس جدا وبتكلم زيهم، فما عشتش خالص ان انا اجنبيه او في حد مش فاهمني او بضطر اشرح كتير او حد يضحك عليا عشان انا اجنبيه
خالص خالص. فكانت تجربة تحفة تحفة تحفة. ولما رحت كمان تركيا انا استفدت قوي، لان الناس كلها كانت اتراك حواليا. ف يعني بصراحة الموضوع كان لذيذ يعني. دي اصلا موضوع لوحده، مش هقدر ان انا اتطرق ليه يعني دلوقتي. بس اساسي طبعا لو لقيتوا فرصة ان انتوا تتكلموا مع حد تركي، ما تفوتوهاش يا جماعة، ما تفوتوهاش، ما تفوتوهاش. دي يعني فرصة تحفة جدا، لازم انتوا تجربوها. ومفيش حد يا جماعة تركي هيعلمكم، مفيش حاجة اسمها هيعلمني وهيظبطني في النطق، مفيش حاجة اسمها كده. واحنا كمان لما في حد تركي بيجي لنا انا عايز اتعلم باللغة العربية، احنا هنفيده بالقدر اللي احنا عارفينه، بس ستيل برضو مش هيعلمنا ان هو، مش هنعلمه اللي هو يتكلم زينا بالظبط، فاهميني؟ فالحاجات بتاعت اللغات دي بالذات كل واحد لازم يبذل مجهود فيها، يا اما للاسف مش هيتعلم. فكل اللي انا بقوله لكم ده مجرد وسيله ومجهوداتكم الشخصيه، وان انتوا بتكملوا وبتعملوا كل الوسائل دي لما نعملها. وعلى فكره الحاجات دي كلها زي ما قلت دي حاجات انا مجرباها انا شخصيا على نفسي وعلى الطلبه اللي معايا، والحمد لله يعني هم دلوقتي اشطر اتراك في الدنيا. فده انا بقوله عن تجربه، تجربه شخصيه، تجربه على طلابي، تجربه في التدريس. عشان انا كمان بدرس، مش بس انا مش بذاكر تركي، ومش بس بذاكر تدريس اللي هو انا ازاي ده طبعا الناس اللي بتقول ان التدريس سهل. احنا ممكن في حاجه اسمها انا بعرف اتكلم تركي كويس، دي حاجه، وفي حاجه اسمها بعرف ادرس تركي، وفي حاجه اسمها انا بعرف اعمل الاثنين. فالمدرس المفروض ان هو يعرف يعمل الاثنين يبقوا موجودين. كمان انا بذاكر حاليا ازاي الطالب او ازاي الشخص الانسان بيتعلم لغه جديده. فدي حاجه انا يعني بشوف انا لما اجي اعلمكم حاجه، او الطالب لما يجي يتعلم حاجه لغه جديده، دماغه ايه اللي بيحصل في دماغه، ايه الحاجات، على اساس ده بمشي في خطواتي في الكورسز وحياتي انا الشخصيه يعني لما باجي اذاكر تركي. ف احاول اشوف الاسئله. في كتب معينه نجيب منها قصص اطفال عشان نترجمها ازاي ونعرف ايه؟ في كتب معينه نجيب منها قصص اطفال عشان نترجمها ولا نجيب من جوجل؟ بحاول افهم. بصي هو عامه في مكتبه جسور، بس يا شهد انت اعتقد بعيده عن القاهره، مش عارفه يكون في شحن ولا لا. بس عامه في مكتبه جسور مثلا، او في بيجز، بس انا ما عنديش علم دلوقتي عن الاماكن اللي بتبيع حاجات كتب او روايات او قصص تركي اطفال يعني. لكن في النت كتير، هحاول اشوفها. انا والله كان في كام حاجه في دماغي في بالي، ممكن احاول اشوفها وهشاركها معاكم. طبعا نسمعها بالترجمه ولا من غير، ونقدر نقيم ترجمتنا ازاي ونعرف انها صح. طبعا يا فاطمه انا رديت على الجزء الاولاني انه مفيش حاجه اسمها ترجمه، ولا في حاجه اسمها حتى سبتايتل من وجهه نظري برضو تاني، او انا هعمل على وجهه نظري دي 100,000 خط، لان في ناس تانية ممكن تقول لكم لا. انا وجهه نظري، واللي بيقتنع بيا واللي بيقتنع بالتركي بتاعي والتدريس بتاعي، فدي وجهه نظري. انه انا رافضه السبتايتل ورافضه الترجمه من المستوى الاول. وانا نورا لما كنت في الاول كنت بعمل كده، كنت بفرغ الفيديو من الصفر، لدرجه ان انا زي ما قلت لكم كنت بكتب كلمه ايفت غلط، كنت بكتبها بالاي اللي هي ايفت، فدي طبعا مفيش حاجه اسمها ايفت دي، فانا كنت بكتبها غلط لان انا لسه بتعلم اللغه، لسه معرفش اي حاجه فيها خالص. ولكن بدات بالاسلوب ده وكملت على فكره كنت بعمل الكلام ده لحد ما خلصت الاي كي، انتوا متخيلين؟ والكلام ده كنت بعمله لوحدي. فده مش وحش خالص، ومش يعني مش هيخليكوا في عشوائيه. ايه معنى عشوائيه يا جماعه؟ لان ده برضو النهارده عملت كام تحديد مستوى، وللاسف كان في كام عشوائيه قبلوني. فعايزه اقول لكم العشوائيه ان انا اكون مثلا في الابير او الاي كي، وبسيب الليفل ده والقواعد بتاعته، وابدا في قواعد البابير والباقي كي، وانا اصلا مستواي اقل من كده بكتير، وحتى القواعد اللي في المستويه انا مش مظبطها. فدي اسمها عشوائيه. العشوائيه دي للاسف بنفضل ماشيين فيها لحد ما نوصل لدرجه ايه، هو انا مستوايا ايه، هو انا فين، هو انا عارفه قاعده من هنا، قاعده من هنا، قاعده من هنا، قاعده من هناك. للاسف الموضوع ده سيء جدا. اوعوا تعملوا في نفسكم كده. الحاجات اللي انا قلتها لكم تعملوها ان شاء الله ما فيهاش اي عشوائيه خالص، على اساس ده انا اديتها لكم اصلا يعني. الحاجات دي من غير مدرس ومن غير ما تحتاجوني او تحتاجوا اي مدرس تاني تقدروا ان انتوا تعملوها. انما القواعد بالذات ومذاكره الليفلز وكده لا، انا ارشح الكورس يعني، لان احنا في الكورس بنذاكر بنظام، بشرح بنظام، القواعد بتبقى بنظام، الشرح بنظام، القواعد نفسها بيبقى عليها اكتيفيتيز، اي قاعده بناخدها في اي سيشن بيبقى عليها اكتيفيتيز، كل سيشن بناخد قاعده جديده
وبنعمل عليها اكتيفيتيز. والاكتيفيتيز دي بتبقى في ستيشن، وكمان بيبقى فيه اودافلار بالهبل يعني وجبات بالهبل، بيبقى هما بيصوتوا كده وبيعيطوا بس صدقوني والله اي طبعا كل الليفلز بتبقى تقيله شويه بالذات الجنرال، لان الحاجات الاودافلار كتيره والمتابعه تقيله والكورس بيبقى تقيل بصراحه، فبسيبهم يرتاحوا اسبوعين كده بعد الكورس. بس والله لما بنيجي ناخد منهم الفيدباك حرفيا يعني مفيش حد قال لي الاودافلار كتيره وانتي مثلا مش بتفيدينا، كله بيشكر في ان انا بديهم اودافلار كتيره وان احنا كنا ماشيين بالنظام التقيل ده. مفيش حد قال لي انه مثلا انت كده بتخربي حياتنا والكلام ده. واللي بيقول لي كده على فكره للاسف مش بيخش معايا، يعني ممكن انا مش فاكره بصراحه، مش متذكره، بس ممكن قابلني مثلا شخص او بالكتير قوي اتنين هم اصلا مشغولين في حياتهم ومش عندهم وقت ان هم يذاكروا ولا تركي ولا عربي ولا انجليزي، فداخلين الكورس فاكرين ان هو دلع، فدخلوا لقوا الكورس جد جدا وشكلنا هيتعلم بجد. فللاسف الفيدباك انه الاودافلار كتيره، يا ريت لو نقلل منها. فانا طبعا ما بسمعش الكلام ده يعني للاسف يا جماعه. فالاودافلار بتبقى كتيره لكن ميزاتها كتير، وبالذات ان الاودافلار بتبقى مختلفه. يعني بيبقى فيه اوداف كونوشما، بيبقى فيه كل سيشن بيبقى فيه فيديو بنسمعه، بيبقى فيه كل سيشن برزنتيشن بنحضرها. يعني حتى في الكورس احنا بنتعلم حاجات جديده، مش تركي بس، احنا بنتعلم مهارات مختلفه عامة في الحياة. يعني الموضوع بالنسبة لي فعلا في الكورس بيبقى فترة حياة، مش عشان للأسف كده كلنا بنطلع مجهدين قوي، يعني أنا وطلابي ربنا يخليه لهم بقى، قصدي يخليهم لي طيب هشوف يعني نقدر نقيم ترجمتنا ازاي، ترجمتنا ازاي ونعرف انها صح. طبعا يا فاطمه احنا في الاول لو مش في حد نعرفه متخصص في الترجمه، يعني يا ريت ان احنا نستاذن نكلم كذا اكتر من حد، يعني مش حد واحد، يعني نتكلم اكتر من حد نعرفه اللي هو ماشي في موضوع الترجمه. بعد اذنك بس معلش انا عايزه اعرض عليك الترجمه بتاعتي، وبس هتعلق لي على اسلوبي، هيعلق لك بقى على طريقه الكلام. وزي ما قلت لو هخش في الترجمه يبقى لازم ان انا اعرف حاجه اسمها تدقيق لغوي، ان انا احاول اخلي بالي منه. التدقيق اللغوي ده ازاي اكتب صح، ازاي استخدم، منك كانت لسه اللي هي علامات الاشاره باين ولا ايه، علامات الترقيم، علامات الترقيم بالشكل الصحيح بتاعها. ده التدقيق اللغوي، ان انا لما اجي اترجم عربي وحتى في التركي طبعا الحاجات دي هتفيدك حتى في التركي لو انت استخدمتيها عربي وعرفتي بتيجي امتى عربي. بتاعت التركي اصعب شويه واوسع شويه، بس على الاقل هتكوني لميتي جزء منها وانت بتكتبي تركي. فمن وجهه نظر ازاي تقيمي ترجمتك، اكيد مش تقيميها لنفسك، بس حاولي ان انت تشوفي ناس اوريدي في المجال وتعرض عليهم الترجمه، يعني يكونوا هم اوريدي بيترجموا. ومعلش بس هاخد من وقتك شويه، وحاولي تشوفي مع اكتر من حد، شوفي وجهات نظر ناس مختلفه. يعني مثلا انت بتجيلي بتساليني مثلا في الكونوشما، بتساليني في نصايح في اللغه نفسها، هقدر افيدك. انما تيجي تقولي لي على حاجه انا اصلا مش بشتغل فيها، فدي حاجه ممكن حاجه انا بعملها. يعني انا زي ما قلت لكم موضوع الترجمه ده انا بعمله دلوقتي، بس انا مش شايفه ان انا ابص على ترجمتكم واديكوا تقييم عليها. يعني في ناس بصراحه في المجال ممكن يبقوا يعني، او اكيد ناس موجوده في المجال كويسين جدا يقدروا يفيدوكوا في الموضوع ده عني. طيب ماشي، لو ما فيش حد يا جماعه عارف يساعدكم، خلاص كملوا في الطريقه اللي انا بقول لكم عليها، كملوا ترجموا واقعدوا ترجموا وحاولوا ترجموا. والله صدقوني انتوا مع الاستمرار هتعرفوا ايه الصح وايه الغلط، هتعرفوا انه والله انا ترجمت دي كذا، المعنى ده رخم، المعنى ده مش عارف ايه. هتلاقوا انتوا بتعلموا نفسكم. احنا كلنا يا جماعه بشر وعندنا عقل بيفكر ودماغ بتفكر، وكلنا عندنا نفس يعني ربنا الحمد لله خلقنا كلنا، يعني الشخص اللي عايز يترجم او يبقى مترجم كلنا اتخلقنا بنفس العقل البشري، فنقدر نعمل كل ده. فحتى لو ما فيش حد يساعدنا ممكن ان احنا نكمل في موضوع الترجمه والاستمرار، نستمر فيه ما نوقفوش. وممكن انا مثلا اكمل في الترجمه ده شهر، انا مش لاقي حد دلوقتي يساعدني، فكمل في موضوع الترجمه ده شهر مثلا او شهرين، وان شاء الله هلاقي شخص مناسب هبعت له اخر مقاله انا ترجمتها. شفتوا هتلاقوا انتوا طورتوا نفسكم خلال الشهرين وهتبعتوا له الترجمه الاخيره، ففعلا هيديكوا اللمسات اللي فعلا تفيدكم، عكس ما تبقوا انتوا لسه بتبداوا وبتحاولوا كذا مره. خلوا محاولاتكم كذا مره دي لنفسكم، ودي برضو وجهه نظري. وفي الاخر خالص لما تبداوا تحسوا ان انتوا ده اخركم مش عارفين تطلعوا حاجه جديده خالص، ابداوا ان انتوا تعرضوا الموضوع ده على حد تاني. طيب
يا جماعه الصوت واضح؟ يا ريت تبعتولي وتقولوا لي، ولو في اسئله انا ممكن اقراها دلوقتي. اه طيب صح كلمه دولو. قبل ما انسى كلمة دولو يا جماعة دي ظاهرة زي المطر، زي الظواهر الطبيعية، زي اسمه ايه التسونامي، دي موجة تسونامي والحاجات اللي شبه كده. الدولو دي برضو ظاهرة. اعتقد اسمه البرد بالعربي، انا مش عارفه بصراحه المعنى العربي ايه، بس الدولو دي ظاهره. بيبقى التلج معناها قطعه تلج، بس الظاهره دي بتبقى مختلفه شويه، يعني ما بيبقاش التلج العادي، هو بيبقى تلج وبيبقى مضر جدا. حتى في طالبه عندي كانت من لبنان وكانت عايشه في كندا، بس المهم يعني ان هي كانت بتقول لي ان الظاهره دي لما بتحصل في لبنان بتبقى وحشه جدا. قطع التلج بتبقى كبيره، وحرفيا لو نزل يعني بتتسبب في وفاه ناس كتير، ولما بتنزل على ازاز العربيات بتوصل ان هي تكسر الازاز. فالظاهره دي اسمها دولو، بتبقى قطعه تلج كده بس كبيره شويه ومضره يعني على حد علمي. هي طبعا للاسف ما بتحصلش في مصر لان هوا سونس جاك. طيب هل لما اتكلمتي مع اهل اللغه؟ طبعا رديت على السؤال ده. لسه فاكره فيديو فيديو نيلويا لغايه دلوقتي من كتر ما سمعته. نيلويا بتجيب او بصراحه مثلا شهد كانت معايا في المستوى الاول، حرفيا اديتهم فيديو كان في كرتون اسمه نيلويا، ممكن كلنا ممكن نبقى عارفينه، فاديتهم الفيديو ده وهم لسه في المستوى الاول، وكنا في السيشن الخامسه تقريبا، وقلت لهم انتوا المفروض ان انتوا هتمثلوا الفيديو ده. يا هجام بقى احنا لسه في الاول، احنا لسه مش في الاول، والفيديو مش مكتوب يعني السبتايتل بتاعه مش موجود، وهم المفروض اللي يكتبوا البتاع. كانت تجربه تحفه جدا ومثلوهولي تحفه جدا. فكانت التجربه حلوه جدا، وهو الناس هي مش في المستوى الاول يعني، وعادي خالص وبتحاول. قلت لهم هتمثلوا لي، وفعلا مثلوا لي، وكانوا بيقلدوا صوتهم زي العيال اللي كانوا هم اصلا اطفال، اللي في الكرتون هم اطفال، فكانوا بيمثلوا زي الاطفال بالظبط. ودي طريقه حلوه جدا. ممكن اتكلم عن موضوع التقليد الصوت ده في فيديو تاني انا كتبته عشان اطلع لايف ان شاء الله. هتكلم في موضوع تقليد الصوت والتكرلمه، الاثنين دول مفيدين قوي، هبقى اتكلم عنهم. آية هجام سني تشوكرز لدم، يعني مسافة مش هلاقي ترجمة تحت الكلام زي مسلسل. للأسف لا يا شهد، انت هتكلمي الناس وجها لوجه يعني، فما فيش حتى فرصة ان انت تفكري. الموضوع بصراحة جميل وممتع يعني. شكرا يا مستر. ممكن تقول لنا في تفاصيل الكورس؟ طيب تفاصيل الكورس، الكورس عامة بيبقى 8 سيشن، بيبقى كل سيشن ساعتين. ايه اللي ممكن تعرفوه تاني عن الكورس يا جماعه؟ الكورس بيبقى عباره طبعا عن ان هو كورس تفاعلي مش كورس اكاديمي. ان انا ازاي اتعلم لغه، ازاي لما اكلم شخص تركي افهمه ويفهمني، ازاي احسن النطق بتاعي، يعني الموضوع كله مهتم باللغه التركيه. الموضوع بيبقى مليان اكتيفيتيز، الموضوع ممتع جدا، زي عشان انا مقدره قوي فكره ان الكورس بيبقى تقيل كماتيريال، كشغل، كل حاجه كاودافلار بيبقى تقيل، فببقى حاطه جانب الاكتيفيتيز دي في كفه كده يعني كبيره، علشان الكورس يبقى ممتع بالنسبه لنا. بنتعلم واحنا بنضحك واحنا بنهزر، والكورس كله بيبقى تركي، بنتكلم تركي فقط في السيشن، ما بقاش في مجال للعربي خالص، فبنفكر، فده بيساعدنا ان انا افكر بالتركي مش افكر بالعربي. لو في حاجه تانية حابه تعرفيها يا هبه، يا ريت تبعتي في رقم الواتساب في ليلى. ويا ريت يا جماعه التواصل يبقى واتساب بس، لان هو مش متاح المكالمات. الرقم 015 544 97 626. لو حد حابب يعرفه يعني او كده ممكن يبعت لي، عشان ده مش موضوع لايف. كلمه اللي خارجين جدد. يا هي احنا خلاص طبعا انتي اجمل حد اتخرج يعني، واتكلمنا كتير قوي في النقطه، وهنتكلم تاني. وزي ما قلنا في الاول يا جماعه، نخلي بالنا قوي من صحتنا من اول لما نتخرج لحد ان شاء الله ما نعدي اول سنه بعد التخرج دي، نخلي بالنا من نفسنا قوي. شكرا يا مستر، يا رب ينفع بينا كلنا يا رب. صوفيا عامله ايه؟ الكورس وحشني. يا شهد والله وحشنا انا كمان، ان شاء الله بعد العيد هنرجع تاني. الكورس قلت لك بقى تفاصيل الكورس بتبقى شهر، بيبقى شهر فيه 8 سيشن، كل سيشن بيبقى ساعتين، وزي ما قلت الكورس بيبقى مختلف تماما. والفيدباك بتاع الكورسز هتلاقوه على الجروب بتاع الفيسبوك،
والبيج بتاعت الفيسبوك. وكمان برضو هتلاقوا ان انا بهاف فن قوي في البوستس اللي انا بشاركها على البيج بتاعتي، تلاقوني بجيب لكم كده معلومات غريبه ومختلفه عشان انا بحب الحاجات دي. فالكورس برضو بيبقى جميل كده يعني، متنوع وفي حاجات كتير. اتمنى لو في حد عنده اي سؤال تاني يقوله دلوقتي. لو في حد عاوز يبعت لي برايفت يبعت لي، مش لازم يبقى في اللايف يعني عشان احنا بقالنا كتير كده. اتمنى ان شاء الله اكون فدتكم، وان شاء الله نتقابل في لايف تاني. هيكون في لايف، اللايف الجاي ان شاء الله بعد كام يوم هتكلم فيه اكتر عن الكورسز يا هبه، والخطط اللي احنا ممكن نعملها الايام الجايه ان شاء الله في الكورسز. وهيكون في برضو لايف تاني عن اللغه. برضو اللغه بقى احنا النهارده اتكلمنا عن حاجات عاميه شويه، فالكورس الجاي هيبقى في حاجات مختلفه اكتر عن اللغه عامه، سواء اللغه التركيه او اللغات عامه، لان انا عندي ناس كتير قوي في الاكونت مختلف يعني لغات مختلفه، فاحب برضو ان انا افيدهم هم كمان. ممكن نشتغل في الترجمه واحنا في الكليه، ممكن عادي، ايه المشكله؟ بس الفكره بس ان انا اكون زي ما قلت كده التجربه يا جماعه. يعني لو حد دلوقتي بيسمعني وهو شكرا يا صوفيا او صفيه، يعني هي صوفيا بس صفيه الفكره بس ان انا كل ما ابدا بدري في الحاجه وادرب نفسي اسرع كل ما يكون افضل. انا كنت يا جماعه وانا في سنه اولى كليه اتقابلت في شركه كويسه جدا، وما كانتش بتقبل على فكره. للاسف ما فيش في مصر على حد علمي انه ما فيش اماكن بتاخد مترجمين مثلا تدربهم او كده، على حد علمي يعني. بس انا كنت محظوظه في السنه دي لان الشخص يعني مدير الشركه ده شافني شخص مميز قوي، كنت في اخر سنه اولى، فوافق ان انا حد يعلمني يعني عنده. وانا ما كنت بقعد حرفيا احاول اتعلم من البنت المترجمه اللي معايا. فحتى اتعلمت طريقه الترجمه اللي انا وريتها لكم دي، ان انا افتح الموقع من فوق والوورد من فوق. فاتعلمت منها ده بصراحه. فدي كانت حاجه حلوه. فعادي يعني كنت في سنه اولى كليه، والناس اللي لسه فيها خير يعني، انا من وجهه نظري كده لسه في ناس كويسه. حتى لو الناس كلها بتقول ده مفيش كذا، فهتلاقوا في حد واحد هيقبل ان هو يساعدكم. بس انتوا اسعوا ودوروا. انا قبل ما ادخل في الشركه دي انا حرفيا لفيت والله العظيم على ما يقل من 11 مكتب ترجمه. ففي الاخر بقى ده اللي جه في طريقي، ووافق ان هو ياخدني كده. كنت يعني سوري بس ماليش لازمه، اللي هو قاعده وبحاول اتعلم بس. وقال لي اثبتي كفاءتك، والبنت المترجمه يعني شافت ان انتي تمام هناخدك معانا، مش تمام فخلاص احنا هنكون اديناكي حاجه كده لله زي ما بيقولوا. فحاولي وجربي يعني، مش حاجه اسمها كليه. اكيد طبعا موضوع ان انت طالبه ده بيفرق في شغلانات معينه، بس لازم نتعلم يعني واحنا في الكليه ونبدا. وصح نقطه للخريجين يا جماعه، انه اي شغل يجي بالتركي دوسوا فيه. ونقطه ممكن تختلفوا معايا فيها، السالري. اول تجربه من وجهه نظري مش هنبص للسالري، يعني ما نبصش السالري كتير ولا قليل ولا كده. ما تبصوش على السالري قد ما تبصوا ان انتوا هتاخدوا خبره. اشتغلتوا في المجال ده 5 شهور سنه مش عارف ايه، كل ده لما تيجوا تخشوا شركه تانية وتقولوا على الاقل هتقولوا كلمه انا مش مبتدئ، على الاقل كلمه انا مش مبتدئ دي على طول هتزود لكم. والله انا متاكده بقى من الكلام اللي بقوله ان هي مش هتقل عن 1500 جنيه زياده على السالري اللي هم المفروض عايزين يديهولكم. الموضوع بيبقى كده، كلمه انا مش مبتدئ. فالسالري في اول شغلانه من وجهه نظري ما تبصوش فيه، من وجهه نظر اول شغلانه. انما بعد كده لما بلاقي شركات بتستعبط وتدينا بقى اللي هو سالاريز قليله، فده بقى فعلا كده انتوا ماشيين في طريق غلط. لما بتقبلوا بسالري قليل وللاسف التجربه انتوا اصلا كده مريتوا بيها، فليه تعملوا في نفسكم كده يعني؟ وهتترقوا والسالري بتاعكم هيزيد. فخدوا التجارب ودوسوا. حتى لو انتوا لسه هتتعلموا الحاجه دي من اول وجديد، قولوا انا هخش واتعلم وهبقى قد المسؤوليه. ما ترفضوش فكره يعني كعمد واحنا بندرس. لا للاسف، ما انا شاهده قلت بقى مكاتب الترجمه للاسف مش بتقبل ناس مبتدئين للاسف يعني. ده على حد علمي. ويا ريت برضه لو حد عنده فكره في الموضوع ده، او ناس بتدرب على الترجمه، او مكاتب ترجمه بتبقى محتاجه حد بيتدرب وبعدين تاخده. اعتقد في فرص، انا بشوف فرص
بس هي يعني على حد علمي قليله، انا مش فاكره بصراحه يعني يا شهد. لو لقيت حاجه شبه كده هشاركها يعني ان شاء الله. لو حد عنده بقى اي سؤال يا ريت يبعتهولي برايفت. هو انا ممكن تكون اللغه بعد كام مستوى او كام سنه او كام شهر، لا او كام شهر دي مش هقدر اقولها، او كام سنه برضو مش هقدر ان انا اقولها. ليه؟ لان كلنا لينا قدرات معينه. نورا عرفت تتعلم اللغه مثلا في اول سنه ونص في الكليه، مش عارف شهد قدرت تعملها في اول 3 سنين، مش عارف مصطفى بعد كام سنه. كل ده بيعتمد على حاجتين: مجهودنا وقدراتنا وازاي انا بذاكر. تاني حاجه لو انا بقى باخد كورس او المدرس اللي بيديني. اختيار المدرس يا جماعه شيء مهم. بختار المدرس ازاي؟ اكيد انا ما خدتش مع المدرس ده فانا عايزه اعرف هو كويس ولا لا، فبشوف الفيدباك مثلا على الكورسز. حتى احنا دايما مثلا لو في حد ما بياخدش معانا الكورسز فبنبعت له الفيدباك بتاع الطلبه، بيشوف البوست، بيشوف الناس بتقول ايه. ده مهم. عادي ممكن الناس هتلاقي كل الفيدباك مثلا بتاعت الكورسز بتاعتي ان الناس اتطورت في الكونوشما وشكرا يا هجام، واللغه نفسها ان الدنيا لطيفه. هو مثلا مش عاوز يتطور في التركي، هو عاوز الترجمه وعاوز ناس بتشكر في الترجمه، فخلاص يبقى احنا مش الهدف بكل بساطه يعني. فاختيار المدرس نفسه شيء مهم قوي. فقدرتنا ومجهودنا ده شيء، والمدرس او الحاجه اللي الشخص اللي بيوجهنا واللي بنسمع له ده شيء تاني. والعشوائيه يا جماعه خلوا بالكم جدا من فكره العشوائيه. يعني احنا موجودين عشان ما نخليكوش تدخلوا في موضوع العشوائيه ده، لان هو بيبوظ وبيخرب، مش بيخليكوا تتطوروا. طيب مواقع، سؤال حلو جدا جدا يا شهد قبل ما اقفل. المواقع يا جماعه كان في تجربه لطيفه جدا جدا جدا. هي كنت بتدرب في تيدكس برضو. بص انا بحب تيدكس ده في كل الاحوال. كان في تيدكس ده ان احنا نتطوع فيه، او كورسيرا بس كورسيرا انجلش. انا تطوعت كتجربه برضو ان انا تطوعت في تيدكس. كنت ترانسكرايبر، يعني بكتب الكلام اللي بيتقال. يعني في شخص تركي بيتكلم وانا اللي بكتب السبتايتل اللي بيقوله. كان تركي انا اللي بكتب السبتايتل اللي هو بيقوله. دي كانت تجربه لطيفه. وكان في تيدكس في برضه فكره ان احنا نترجم. يعني في ناس بتشتغل كترانزليتور عادي خالص مترجمه، وفي ناس كترانسكرايبر ان هم بيكتبوا الكلام اللي الشخص التركي بيقوله. فايده ان الشخص الترانسكرايبر ان هو في ناس اسمها ايه يعني ما بيسمعوش، عندهم مشكله في السمع، فبيعتمدوا ان هو يقراوا السبتايتل اللي احنا بنكتبه. فايده الترجمه طبعا عشان لو في حد من لغه تانية بيكتب بيسمع الفيديو فيكون فاهم. فممكن ان انت يا شهد او انتوا تبحثوا عن فكره التطوع في تيدكس. تجربه تحفه جدا وفادتني جدا. كانت تجربه صعبه في الاول ما انكرش ده، لكن تحفه، تجربه تحفه. وكمان في حاجه، يعني في فيديوهين 3 كده. بس انا للاسف مش فاكره خالص انهي فيديوهين. بس انا كنت مكتوب كده في اول الفيديو ان ترانسكرايبر نورة محمود، وكان تحتها اسم الشخص اللي صدق على السبتايتل. كان الشخص اللي صدق على كلامي او على السبتايتل اللي انا كاتباه وعدله كان لازم يبقى شخص تركي من اهل اللغه، يعني بيشوفوا اللي انا بقى كتبته صح ولا لا، وبيديني كمان فيدباك عليه. بس هو صعب شويه ان احنا نلاقي الشخص ده، يعني نلاقي شخص يصدق على كلامنا ويخلي تيدكس يكتبوا اسمنا في اول الفيديو. ده صعب شويه ان احنا نلاقيه، لكن كلنا نقدر ان احنا نخش ونعمل موضوع الترانسكرايبر ده. هنعمله ازاي؟ للاسف ده لازم انتوا تبحثوا عنه، لان هو موضوع يطول شرحه، انا مش هقدر ان انا اقوله دلوقتي. لكن هو بيبقى عباره ان احنا بنخش على موقع اسمه عماره. العماره ده بنترجم او بنكتب السبتايتل، سواء ترجمه او سبتايتل، بنخش على الموقع ده. هو بيبقى تابع للتيدكس يعني. عامه هو موضوع يعني مش هقدر الخصه بصراحه دلوقتي يعني. فهو انتوا حاولوا تدخلوا على تيدكس او تكتبوا على جوجل ازاي اتطوع في تيدكس كترانسكرايبر او كمترجم. دي تجربة حلوة جدا جدا جدا، مهما اوصف انها جدا كويسة جدا. حتى لو قدرتوا ولقيتوا شخص يصدق على كلامكم في تيدكس، بتاخدوا الفيديو ده اهو وبيبقى داعم ليكوا في الشغلانات اللي هي عايزه ناس ترانسكرايبر او ناس تكتب الكلام اللي اتقال في الفيديو، او حتى الترجمه. بتقول لهم ان ده الخبره. يعني انتوا حرفيا بتخلقوا خبره من لا خبره. بتقولوا له الفيديو ده اهو اسمي مكتوب في الاول وانا اللي عملت الترجمه دي. فمفيش بعد كده، يعني مش لازم ان الخبره تبقى حتى في مكان انا اشتغلت فيه. حتى الناس اللي عاوز تشتغل في التدريس وعايزين يعني الناس اللي في ناس بتحتاج مثلا تتاكد ان انت معاكي خبره قبل تخشي، تصوروا فيديوز، تحاولوا تفهموا في حاجه انا برضو بنصح بيها الناس، انه اشوف قاعده ما واحاول ان انا
اشرحها لنفسي وانا شخص مبتدئ. الكلام ده طبعا لو انا مستواي على الاقل ما يقلش عن البابير. اجيب قاعده من المستوى الاول واحاول اشوف لها طريقتين للشرح. دي البلان ايه والبلان بي. البلان ايه ان انا هشرحها بالشكل الفلاني. البلان بي ده لو حد قال لي انلما ضم يا وجم الكلمه اللي بنسمعها وما بنسمعش غيرها. المهم انه كلمه فالطريقه الاولى للشرح دي عاديه خالص، بنحاول نشوف طريقه ان انا اشرح بيها للشخص اللي هو مش عارف حاجه في اللغه وانا بحاول افهمه. تاني طريقه هي ان لو الشخص ده قال لي انا مش فاهم يا هجام هشرحها ازاي. انا لو شخص مبتدئ وصفر خالص في اللغه، هل الطريقه دي هيستفاد بيها؟ لو لقينا نفسنا بكل صراحه يعني اتشك بشكل ده بنقول لا مش هيستفاد بيها، فبالتالي بحاول اشوف طريقه تانية. دي كده مدخل بسيط للتدريس. وحتى لو حد طلب منكم فيديو تثبتوا فيه ان انتوا بتعرفوا تدرسوا، حاولوا تصوروا فيديو بالشكل ده ان انتوا تعملوا ده. انا هحاول ان شاء الله برضو في فكره برضو في دماغي ان احنا هقول لكم تدريبات برضو تعملوها مع نفسكم في المجالات المختلفه في تركي. يعني سواء زي ما قلت كده في التدريس، هقول لكم برضو على حاجه تانية في الترجمه وحاجات شبه كده. حتى قلت دلوقتي في الترجمه في حاجات برضو في الترجمه الفوريه وفي حاجات في الترجمه التتبعيه هقولها لكم. طبعا انا اشتغلت في الترجمه التتبعيه من التجارب اللذيذه جدا اللي مريت بيها. كنت انا بترجم اسمها ايه، في التوبلانتلارز اللي هي الميتينجز. يعني كان اصحاب الشركه بيجوا من تركيا وانا كنت مترجمه المدير العام، فكنت انا الواسطه بقى ما بين الجمارك وبتاع الحسابات والمدير. اصلا المدير كان تركي برضو، فانا كنت ببقى موجوده وبترجم بقى في يعني دي الترجمه التتبعيه، ان الشخص التركي بيتكلم انا بترجم من تركي العربي، والعربي بيتكلم فانا بترجم من العربي للتركي. كانت تجربه لذيذه قوي. فهقول لكم برضو ان شاء الله احاول اشوف التدريبات اللي تقدروا تعملوها، ونبقى في فيديو قصدي تاني يوميا كده. ايه اقل مده ممكن اذاكرها للغه؟ يعني سؤال غريب بصراحه يا ساره. بس عامه انا زي ما قلت انت برضو على حسب مجهودك. ممكن انت نوره تكتب الفيديو الفلاني وعلى حسب انت بتذاكري ايه في يومك. يعني الكورس بتاعنا مثلا، انا لما بنكون في فتره الكورس انا بحاول اخليهم يعملوا حاجه بره الصندوق وبره الكورس بتاعنا، بس بحاول ما اضغطش عليهم لان الكورس بتاعنا بيبقى تقيل جدا تقيل جدا. فمثلا آية مثلا هتذاكر في مده معينه، ياسمين بتذاكر في مده معينه، شهد هتذاكر في مده معينه، فعلى حسب انت بتذاكري ازاي. لكن عامه انت حاولي تحطي حاجات اساسيه تعمليها كل يوم في يومك والتزمي بيها وبس. دي وجهه نظري، مش ان هي ساعه معينه، وما تقليش على نفسك خالص بالذات لو انت لسه في الاول. Teşekkürler hocam. Rica ederim شهد. واتمنى لو في حد عنده سؤال والاستفسار عن الكورسات هحاول ان انا اكتبه لكم في لينك الفيديو او كده. ولو حد حابب بقى يسأل عن الكورسات او كده يعني يا ريت يروح للواتساب او البيج. البيج. hadi görüşürüz. Güle güle.